السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكاترة ثالثة ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وحال. معكم دكتور أحمد حسين، والنهارده ايه؟ جالك في أبجريد كده شوية. جيت لك بقى النهارده هنحل مع بعض جنرال اكزام 13 و14 مع بعض. خلي الاثنين دول مع بعض، نزلك 2 عايزك بقى ايه؟ تشد الرحال كده معايا. لو انت ما اتفرجتش على 12 فانت مش عارف ايه اللي هيحصل في 13. هتبص بقى دلوقتي هتفهم ايه؟ تراجع الشابتر، انت مش بتحل اسئله، انت بتراجع الشابتر مع الاسئله. فتعالى بقى ايه، نخش نشوف هنطلع بقى المعلومات ازاي، نطلع التريكات ازاي. بيقول لك which of the following movement. لا انت مش بتحل مع اي حد، لا يا ريس، شد كده نفسك، اعدل نفسك كده وانت قاعد. which of the following movement is not positional. احنا عندنا كام نوع من الموفمنت؟ بص يا ريس، انا لما اقول لك القلم ده بيتحرك ولا لا، تقول لي لا القلم ده ما بيتحركش، انا اللي بحركه. تفرق؟ اه تفرق. الحاجات اللي بتتحرك هي الكائنات الحيه. الكائنات الحيه هي اللي عندها القدره على الحركه. يعني الحركه دي اصلا بتميز الكائنات الحيه. يعني الحيطه ما بتتحركش، الطوبه ما بتتحركش. فلما اقول لك القلم ده بيتحرك ولا لا، تقول لي لا ما بيتحركش، انا اللي بحركه. الدم جوه جسمي، البلد، الليكويد، الميه، السائل اللي موجود جوه الجسم ما بيتحركش. العضلات هي اللي بتحركه. البلد ما عندوش حركه. البلد مش بيتحرك. البلد مش بيتحرك. الريد بلاد سيل جواها حركه. ايه بقى انواع الموفمنت؟ كان عندنا 3 انواع من الموفمنت. ما بحبش اشرح على الحته دي. تعالى بقى هنا، ايوه تعالى. بس يا ريس احنا هنشرح هنا وبعد كده نروح نحل الاجابه هناك، ماشي؟ فعندنا كام نوع من الموفمنت؟ عندنا الموفمنت بتاعتنا كام نوع يا ريس؟ 3 انواع من الموفمنت. مين هم الثلاثه؟ يلا بينا. عندنا حاجه اسمها توتال موفمنت، وعندنا نوع اسمه بوزيشنال موفمنت، ونوع ثاني اسمه كونتينوس موفمنت. ايه الفرق بين الثلاثه؟ كلمه كونتينوس دي مش هتلاقيها في حته غير حته واحده بس. اي سيل، اي سيل، اي موفمنت جوه السيل، اي كلمه فيها بلازم. زي ايه بقى؟ زي سيتوبلازم، زي ساركوبلازم، زي نيوروبلازم. يعني ايه الكلام ده؟ البلازم ده السائل اللي جوه السيل فبنسميه سيتوبلازم. ولو هو جوه السيل بتاعت عضلات اللي هي الماسل فايبر فبنقول عليها ساركوبلازم، لان كلمه ساركو معناها ماسل. ولو هو جوه النيورون هنسميه ايه؟ نيوروبلازم. خلاص؟ في حته عن النيورون عايز اقولها مالهاش علاقه بالسؤال، بس هي حته مهمه والناس بتقع فيها. بص يا ريس، احنا عندنا حاجه اسمها ايه؟ نيورون ونيورون 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 ونيورون، كل دي نيورونز. نيورونز. نيورون خلايا عصبيه بيتحطوا مع بعض في بندل اسمها ايه؟ نيرف باندل. وبندل 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 تدينا نيرف كبير قوي زي المصل. مصل فايبر وفايبر 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 تدينا في الاخر ايه؟ مصل باندل. هناك كان في غلاف اسمه بيريميسيوم اللي هو في العضلات، هنا بنسميه ايه؟ بيرينوريوم. فانت لما تشوف الغلاف ده اللي اسمه بيرينوريوم، او جوه بنسميه اندونوريوم، او بره خالص بنسميه ايبينوريوم، تبقى عارف ان الثلاث الفاظ دول معناهم كونكتيف تيشو زي الماسلز. بيريميسيوم، اندوميسيوم، ايبيميسيوم معناه كونكتيف تيشو، يعني بروتين. خلاص؟ يعني الميسيوم ده بروتين، انما الاعصاب ذات نفسها دي نيرفس تيشو. خلاص؟ المهم في ايه؟ المهم ان هو لو جه قال لك مثلا مين في دول مش بروتين، فلو جاب لك مثلا اندوميسيوم، الاندوميسيوم ده بتاع العضلات يبقى مش بروتين، لا انت فلاح جاموسة بحر، انت جاموسة بحر، لان الاندوميسيوم ده بروتين لان هو كونكتيف تيشو. الماسل ذات نفسها اللي هي الفايبر اللي جوه لا مش بروتين. اوكي؟ تاني حاجه البوزيشنال موفمنت، اي حد بيتحرك، اي كائن حي بيتحرك بيعمل بوزيشنال موفمنت. بص انا دلوقتي واقف مكاني، كلمه بوزيشنال معناها بتتحرك وانت في البوزيشن. يعني رفعت ايدي لفوق بوزيشنال، حركت رجلي بوزيشنال، اتنقلت من مكاني توتال. يعني النبته بتطلع صباح الخير بتعمل فوتوسينثيز، يا شمس يا شموس هات شويه ضوء اعمل فوتوسينثيز. فالحركه اللي هي بتعملها دي الفوتوسينثيز بروسيس اللي بتعملها، هي بتسحب شويه ضوء وبتعمل كده وبتقفل تاني. الحركه دي في مكانها. النبته ما بتقولش مثلا ايه التربه دي، يقول لك التربه دي ما فيهاش ميه، التربه دي مش جوسي، انا هقوم بقى من الحته دي واروح هنا. مفيش الكلام ده، ما بيحصلش. مفيش توتال، مفيش حركه توتال. توتال دي يعني بتتحرك من هنا لهنا، بيتحرك من هنا لهنا ريبرودكشن، بيتحرك من هنا لهنا عشان يدور على بيت، من هنا لهنا بيتحرك مثلا علشان في خطر موجود هنا. فده التوتال موفمنت. خلي بالك من حاجه بقى، البوزيشنال يعمل توتال. بمعنى ايه؟ لو حد بيعمل توتال يبقى 100% بيعمل بوزيشنال. يعني مثال الاميبا دي كده كده سيل، فعندها سيتوبلازم بيتحرك كده حركه كونتينيوس. وخلي بالك الحركه الكونتينيوس عليها عليها 3 حاجات مهمه. اول حاجه هي بتحصل في اي بلازم، سيتوبلازم، ساركوبلازم، محتاجه طاقه ATP بتحصل في وان دايركشن، وان دايركشن يوني دايركشنال، بتعمل روتيشن في دايركشن ثابت واحد بس. البوزيشنال موفمنت اي حد يعمل بوزيشنال. يعني النبات كله بيعمل بوزيشنال. النبات بيطلع يعمل بوزيشنال، يفتح كده زي الميموسه، يقفل تاني، الشجره تطلع، تميل، تروبيزم، اي حركه في النبات، حتى تروبيزم، تلف، كله بوزيشنال. مفيش حتى النبته لما بتلف بوزيشنال، لما بتشد تحت كده الروق بوزيشنال. مفيش نبته بتعمل توتال. توتال دي اتقامت من التربه راحت مكان تاني، مفيش. توتال طالما بيعمل توتال، طالما بيتحرك من مكانه يبقى اكيد بيعمل بوزيشنال. يعني تخيل معايا كده، انا عايز اتحرك الناحيه الثانيه، فهرفع رجلي وهرفع رجلي الثانيه بوزيشنال، بوزيشنال، واروح احط رجلي على الارض بوزيشنال، شلت رجلي الثانيه توتال.
عشان اعمل حركه توتال عملت كذا بوزيشن. اوكي تعالى بقى نرجع هنقعد بقى نعمل الحركه دي كتير مش مشكله. تعالى اهو بيقول لك هنا which of the following movement is not positional. تعالى يا ريس pulling by tendril اي حاجه في النبات، احنا قلنا اي حاجه في النبات بوزيشنال يبقى دي بوزيشنال. اللي بعدها تاتش ان ميموسا، ما انا لما المسها بنت المكسوفه دي لما بتتلمس بتتكسف بتقفل على بعضها كده برضه بوزيشنال. الهارت موفمنت، بص يا ريس الهارت القلب ذات نفسه كاورجن، القلب كاورجن بيتحرك في مكانه بيعمل بوزيشنال. هو الهارت جواه ماسل اسمها كاردياك ماسل، الكاردياك ماسل دي فيها سيل اسمها كارديو مايوسايت. لو كلمك عن المايوسايت السيل السيتوبلازم اللي جواها ساعتها هقول ايه؟ ساعتها هقول ان هو كونتينيوس. يقول لك السيركوبلازم سيتوبلازم يبقى ده كده ايه؟ ده توتال، يبقى كده توتال. اللي بعده اي حد جاي علشان هو شايف ان الفيديو مثلا ساعتين 3 ساعات يقول لك ده كتير قوي. مع نفسك يا ريس، انا بخاطب ناس معينه، انا داخل انا جاي اصطاد الناس اللي عايز تفهم. وبعدين نقول لك على حاجه ما نكدبش على بعض، يعني هو اغلبكم فيجي في الاخر في ال7 ايام اللي في الاخر قبل البيولوجي بيحل الحاجات دي لوحده وبيروح ناقط عايز سؤال، عايز اجابه سؤال، فهو عايز السؤال ده عايز شرح ليه، فكل سؤال مشروح انت خش خد اللي انت عايزه وامشي. بس انا من راينا لو انت بتتفرج عليا هتسمع الشرح كله طبعا يعني طبعا مش هتشوف حاجه بالجمال ده طبعا. يقول لك ايه؟ The opposite table show a strand of different DNA sample. عندنا سامبل 1 و 2 2 3 3 و 4 و 4 و 2. ايه الفرق في التمبريتشرز؟ اول ما يجيب لي كلمه تمبريتشر مع دي ان اي ستراندز دماغي بتروح في حته كده اسمها ايه الحته دي؟ اسمها دي ان اي هايبريدايزيشن. ايه بقى القصه بتاعت الدي ان اي هايبريدايزيشن؟ الدي ان اي هايبريدايزيشن يعني ايه دي ان اي هايبريدايزيشن؟ يعني تهجين الدي ان اي. يعني ايه تهجين الدي ان اي؟ بنجيب دي ان اي من شخص من بني ادم ونجيب دي ان اي من شمبانزي مثلا وبنقول لك ايه ده دي ان اي بتاع بني ادم موليكيول اهو. الموليكيول ده الاثنين ايدنتيكال لبعض، هنا سوري الاي قدامها تي الجي قدامها سي كومبلمنتري لبعض، فلما بسخنهم محتاج اسخن لحد كام؟ لحد 100. وانا الصراحه عندي تعقيب للموضوع ده لان كده الهيدروجين بوند، بص الهيدروجين بوند بتتكسر عند 100. انا هنا عندي هيدروجين بوند وهنا عندي هيدروجين بوند، فهي هتتكسر عند 100 وهنا هتتكسر عند 100. ده الصح ده الصح. ما هي يعني لما اقول لك ايه هي الميه بتغلي عند كام؟ عند 100. طب لو جبت شويه ميه صغيرين هيغلوا عند كام؟ عند 100 برضه. لو جبت شويه ميه كتير هيغلوا عند كام؟ هيغلوا عند 100 برضه. هي الفكره في ايه بقى؟ في كميه الحراره اللي رايحه. يعني انا مره ممكن ايه اجيب طشت كبير قوي واسخنه كتير 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 وادي له كتير ميه. البحر مثلا تخيل البحر ده كله انت بتسخنه ما عمره ما يوصل ل 100. ليه؟ كبير قوي. بس في حاجه صغيره لو اديتها حراره بسيطه توصل ل 100 على طول. هي المفروض الصح مش 100. يعني انت برضو لما تخش على البايو كيمستري قدام سوري الجيناتيك قدام هتبقى عارف او انت هتفكر او ايا كان تشتغل في معمل انت مش هتبص كلمه 100 هو كده عند 100 كله بيتكسر. الفكره في كميه الطاقه اللي بتروح. بس طبعا احنا منهجنا عقيم وفي حاجات مكتوبه غلط فاحنا ايه عايزين درجات فاحنا نمشي مع ايه؟ ما نمشي مع الخطا. فنجيب السامبل بتاع دي ان اي 2 يقول لك ايه السامبل بتاع دي ان اي 2 برده عشان تتكسر هم كده كومبلمنتري لبعض فهيتكسروا عند كام؟ عند 100. انا هنا ما عنديش هيليكيز ما بجيبش الانزيم لما كان بيكسر عند 37 لو انا بتكلم على انسان. عند حيوان تاني ما اعرفش الانسان 37 في حيوانات تانية مش 37 في سمكه مثلا سمكه مش 37 طبعا لا ركز عشان الحته دي انت موقعها الحته دي انت مش مركز فيها. تفتكر ان الهيليكيز بيشتغل عند كل الناس ب 37 ازاي يعني؟ الانسان 37 السمكه بتعيش في البحر حرارتها مش 37 بتعيش في البحر دي. بعد كده بعد ما سخنا الاثنين دول بقى عندي ايه؟ سامبل كده اهو وعندي سامبل ثانيه اهي. حلو فجاه بقدره قادر يعني ايه اللي حصل لهم؟ لحموا مع بعض. بس هنا مثلا عملوا بوند هنا عملوا بوند حلو. فعدد البوندز اللي هنا اقل شويه. ليه؟ لان هم اصلا اتنين مختلفين هاجين. طب هم ليه مسكوا مع بعض؟ اصل هنا لقينا ايه والناحيه الثانيه لقينا تي. طب ما نمسكش في بعض ليه؟ يلا. وهنا لقينا جي والناحيه الثانيه سي ما نمسكش في بعض ليه؟ يلا. انما هنا لقينا سي وهنا تي ما يحبوش بعض ما يمسكوش في بعض. فلقوا شويه بيزس كومبلمنتري لبعض. فقال لك خلاص ده لما يجي يتكسر هيتكسر عند كام؟ عند 70 مثلا. واحد تاني لما يجي يتكسر عند 80 مثلا. ايه ده؟ فده عنده ايه؟ بيزس اكتر. 90 مثلا. ده ايه ده عنده بيزز اكتر. يعني كل ما امشي للدرجه كل ما التمبريتشر بتزيد بيحصل حاجه اسمها ايه؟ السيميلاريتي التشابه بيننا ايه؟ بيزيد. التشابه دي يعني ايه؟ ما هو مش تشابه هو اسمها ايه؟ العلاقه بتاعت التطور بتاعتنا قريبين من بعض. يعني مثلا حد بيكسر دي ان ايه بيكسر عند 70 والتاني 90 الاثنين دول شبه بعض قوي انما ده وده بعاد خالص. مش فاهم يعني عندي ايه
مع بي بيتكسر عند 70 وايه مع سي بيتكسر عند 90، يبقى ايه وسي اقرب لبعض في نفس الليفل مع بعض، ايه وبي بعاد شويه عن بعض ماشي، وطبعا برضو سي وبي بعاد برضو ماشي، دول بعاد شويه عن بعض. فتعالى بقى نرجع للسؤال الجميل، فين السؤال الجميل؟ يا بس ياض يا دي النيله. نرجع للسؤال الجميل، بيقول لك هنا ايه؟ The opposite table show strands of different DNA samples that required temperatures عشان نكسر الهيدروجين بوند. مين في دول بيحدد بص اقرب علاقه ايه تطور evolutionary relationship. فكل ما التمبرتشر كانت تزيد كل ما العلاقه بتاعتهم هتبقى ازيد. ده 80 ده 60 ده 10 ده 5، فاكتر علاقه قريبه من بعض هي ال 80. سؤال بسيط خالص. السؤال اللي جاي اميونيتي، لعبتي دي بقى. بص اميونيتي دي الحته بيقول لك ايه؟ What does the transfer of antibodies against some pathogens from the mother to the fetus blood circulation represent؟ طبعا عشان نفهم يعني نعرف نحل لازم نقرا السؤال كويس، وبعد ما نقرا السؤال كويس نعرف احنا في انهي شابتر، وبعد ما نعرف احنا انهي شابتر هنخش من انهي حته. فانت عشان تعرف تخش من انهي حته فانت لازم تمشي بالراحه. هنا كلامك عن الانتي بوديز يعني بيتكلم عن البي سيل، بس انا لما جيت ابص على بي سيل في التشويسز ما استفدتش حاجه، لقيته بيكلمني في ايه؟ في اكوايرد اميونيتي ولونج تيرم وارتفيشال وشورت تيرم. انا بقى هلجا هنا لايه بقى؟ هلجا هنا لحاجه انا شرحتها في الفيديو بتاع الاميونيتي. ايه هي بقى؟ تعالى اقول لك بقى. الاميونيتي بتاعتنا بتتقسم ازاي؟ يقول لك الاميونيتي بتاعتنا بتتقسم حاجتين، اكوايرد وانيت. ركز معايا بقى في التقسيمه دي عشان حلوه قوي، والله حلوه قوي. طلع ورقه وقلم اكتب ورايا بقى. اكوايرد وايه تاني؟ وانيت. ولا كلمه انيت يعني انت مولود بيها، الناس اللي عارفه خلاص بقى تسكيب الحته دي. النيت دي حته انت مولود بيها. ايه الحاجه؟ ايه المناعه اللي انت مولود بيها؟ السكند لاين مثلا اللي في الماكروفيج والكلام ده كله. الفيرست لاين الحاجات اللي هي السكن والتيرز. بص الحاجات اللي في الوش، الودن، اير واكس، سيريومن، التيرز، الدموع، النوز، الميوكس اللي بيطلع منها، السلايفا، كل الحاجات دي. فانت عندك الانيت ده الفيرست لاين والسكند لاين. كده بص خلي بالك بقى، ركز معايا عشان في حاجه في الاسترشاد انا عندي عليها تعقيب يعني. كده الانيت حاجه سريعه تشتغل بسرعه، نون سبيسيفيك، وبتشتغل اسرع. يعني الحاجات اللي هنا اسرع من الاكوايرد، عشان هو بيقول ان الاثنين بيشتغلوا في نفس الوقت، وده عبث. يعني الجلد اهو اشتغل قبل ما التيسل تشتغل، منطقي. يعني تخيل معايا كده حاجه سبيسيفيك، حاجه محدده وحاجه غير محدده. انت مثلا ما بتحبش تشرب غير نوع معين من الحاجه الساعه، ما بشرب اي حاجه، انا كده اشرب الاول، منطقي يعني. نون سبيسيفيك اشتغل اسرع. نيجي بقى للاكوايرد، قال لك الاكوايرد دول بقى لا ما تقسمهاليش بيوتي، لا بص التقسيمه دي بقى. قال لك الاكوايرد دول متقسمين حاجتين، نوع بنسميه اكتف ونوع بنسميه باسيف. يعني ايه مناعه اكتف ويعني ايه مناعه باسيف؟ قال لك كلمه اكتف دي معناها ايه؟ معناها جسمي نشط، جسمي اللي شغلها، جسمي انا كانسان هو اللي صنع، هو اللي عمل المناعه. انما باسيف جسمي باسيف، جسمي ما اداش رد فعل، جسمي استلف المناعه. يعني هنا اتعلمت ازاي اصطاد، هنا اعطاني سمكه، هنا اعطاني سمكه وهنا علمني ازاي اصطاد. فانا لو اتعلمت ازاي اصطاد هاجي اصطاد براحتي بعدين. هنا لما اداني السمكه انا اكلت سمكه وبعد كده لما جعت قعدت اشحت منه تاني. فده الباسيف. نيجي نبص كده الاكتف ده، الحاجات الاكتف دي بتكون حاجات ايه؟ بتكون حاجات انا جسمي بيعرف يعملها صح؟ فكل ما احتاجه هعرف استعمله تاني، فده بيطول معايا، ده لونج تيرم. انما انا استلفت، هو ما علمنيش، انا اكلت السمكه وعايز اجيب تاني مش هعرف. يعني انت دلوقتي ما بتعرفش تعمل اكل في البيت وما اتعلمتش، كل ما تجيب عايز تاكل تروح تجيب حد، يعني شوف تجيب دليفري مثلا. انما لو بتتعلم وعرفت الوصفه بتعمل ازاي خلاص انت هتعيش بيها على طول بقى، لونج تيرم. فالباسيف ده شورت تيرم. طب ايه الباسيف والاكتف دول بيتقسم، او الباسيف والاكتف دول متقسمين ايه؟ قال لك الباسيف ده متقسم حاجتين، حاجه ناتشرال، حاجه طبيعيه، يعني حاجه طبيعيه بتجيلك، مناعه طبيعيه بتجيلك، ومناعه ارتفيشال صناعيه بتجيلك. يعني انت بتستلف مناعه مرتين، مره طبيعي ومره صناعي. مش بترضع مرتين، لا بتستلف مناعه مرتين. فسلفه المناعه، انت بتستلف مناعه طبيعي ازاي؟ انت ممكن تستلف مناعه طبيعي وقت الرضاعه. انت لما الماما بتاعتك لما بتيجي ترضع، اللبن اللي بيطلع ده بيبقى فيه ايه؟ فيه انتي بوديز داخله. بلاش ساعات في الحته بتاعت المناعه في البلاسنتا في شويه انتي بوديز بتعدي كده. فقال لك ايه؟ الناتشرال ده الحاجات اللي جايه من الام للبيبي، ماتيرنال فيدنج مثلا، الحاجات دي كلها المناعه دي البيبي ما صنعهاش، البيبي استلفها من الام. يعني البيبي ده ما عندوش ايه، هو استلف انتي بوديز، يعني البي سيل بتاعته ما اشتغلتش، يعني البلازما سيل بتاعته ما اشتغلتش، هو استلف. نيجي الناحيه الثانيه الارتفيشال، لا يا ريس ده ارتفيشال يعني ايه؟ مناعه ايه؟ هو ده استلفها ومش من الام، لا ده خدها بطريقه مش طبيعيه، ده خدها بطريقه ده عمل ايه يعني؟ يعني ايه صناعي يعني؟ قال لك استلفناها من المستشفى. طب ازاي استلفناها من المستشفى؟ قال لك انا في حد، انا مثلا بعرف اصنع انتي بوديز وانت ما بتعرفش تصنع انتي بوديز، فانت رحت المستشفى
بعد الشر يعني، وانا رحت جيت لك واتبرعت لك بشويه انتي بوديز من عندي. ده مش حاجه طبيعيه، دي حاجه انا ما اعرفكش اصلا، انا جيت اتبرع لك علشان كده وخلاص، ثواب يا ريس. فده ارتفيشال، دي حاجه صناعيه. الحاجه الصناعيه دي بنقول عليها ايه بقى؟ بنقول عليها اتبرع بانتي بوديز، اتبرعت لك بسيرم. السيرم ده هو ايه؟ ايه السيرم ده برضه عشان الناس اللي تفهم اكتر؟ السيرم ده هو، بص يا ريس، الدم بتاعنا عباره عن ايه؟ عباره عن بلازما وسيلز، بلازما وسيلز وخلايا. شيل الخلايا يبقى معاها بلازما. البلازما دي عباره عن حاجتين، حاجات كتيره قوي بنقول عليها سوائل مثلا ليكويد، وايه تاني؟ وكلوتنج فاكتورز. يعني ايه حرف التي كمان؟ وايه كلوتنج فاكتورز دي؟ عوامل تجلط. عوامل التجلط دي لما بنشيلها يبقى اسمه سيرم. يعني حرفيا السيرم ده هو البلازما من غير كلوتنج فاكتورز، من غير الحاجات اللي بتجلط دي. ففي هنا انتي بوديز. فانا لما اديك انتي بوديز من المصنع، سوري، من حد من بره، ده كده ارتفيشال. بس الام كده كده في وصله، في يعني في وصله، في بلاسنتا موجوده يعني، ده طبيعي. نيجي برضو هنا للاكتف، برضو في نفس الطريقه دي. ايه نفس الطريقه دي؟ عندك الاثنين. عندك ايه الاثنين يا ريس؟ عندك الناتشرال والارتفيشال. على فكره ما تتعودش انت تشوفني كتير، وعلى حسب على حسب على حسب الوقت. الدنيا في وقت هنيجي نصورها لك هنا، مفيش وقت هيتصور لك زي ما انت شفتها في امتحان 12 يعني. والاثنين كده كده فيهم استفاده. بص يا ريس، فانت عندك ايه؟ عندك ناتشرال وعندك ايه تاني؟ وعندك ارتفيشال. ايه الفرق بين الاثنين؟ جالك ناتشرال، جسمك اشتغل طبيعي، كده كده اكتف يعني جسمي اللي اشتغل، باسف يعني استلفت، اكتبها استلفت وهنا جسمي اللي اشتغل. فناتشرال ده جسمي اشتغل طبيعي ازاي؟ والله جالي مرض، جالي دور برد، فلما جالي دور برد طبيعي لوحدي كده جسمي اللي بدا يشتغل وصنعت. انما الارتفيشال لا كده ارتفيشال دي احنا دخلنا في حته ثانيه، دخلنا في ايه بقى؟ في فاكسين. فانا اول ما دخل لي ده عملت يعني اتحقنت فاكسين. ايه الفاكسين ده؟ ميكروب ميت، انتيجين، التوكسين، خدنا شويه، بس توكسين مش شغال، توكسين بشكله بس عشان جسمي يعرفه، اكيد مش هديك سم يعني عشان اموتك. فانت بتاخد الفاكسين ده اللي هو اللقاح. اللقاح ده مش بيعالجك، هو اللقاح ده بيعمل ايه؟ بيخلي مناعتك تتاكتف على طول. فده بنقول عليه وقايه. وقايه دي يعني بريفنشن ميثود، ده بريفنشن. انما السيرم ده حرفيا انا بديك انتي بوديز عشان تعالجك، فده تريتمنت. ده علاج بس مش يعني هو العلاج هيخلص ويروح، فده شورت تيرم. انما الفاكسين هو بيمنع ان الميكروب يجي لك بقى، او لو جالك تاني يا ريس بيبقى وقايه منه. بريفنشن بنقول بيمنع، صعبه، هي وقايه. بريفنشن هي وقايه يعني. فلما بيجي لك مثلا معناها منع، انا عارف، بس خدها بمعنى وقايه عشان تبقى فاهمها اكتر. فده وقايه ليه؟ لما الميكروب يجي لك تاني جسمك يخلص عليه بسرعه، سكند ريسبونس. بس فده لونج تيرم وده شورت تيرم. هو كان بيسال بقى عن البيبي، رضاعه البيبي هتبقى ايه؟ شورت تيرم او باسيف وناتشرال. طبعا كده كده هي اكواير، ده رسم مفيش نقاش يعني، كل ده اكواير، ده انتي بوديز كلها شغاله. ماشي؟ تعال هوب. فانت عندك هنا ايه؟ وات داز ذا ترانسفير اوف انتي بودي. يا لهوي الكاميرا شغاله، الكاميرا لو فاصله كل ده كارثه. استنى يا ريس نتاكد. معلش شغاله، ده كارثه كبيره دي. What does the transfer of antibodies against some pathogen from the mother to the fetus blood circulation represent؟ قال لك من المذر تو ذا fetus. حلو، من الام للايه؟ للمفطوس اللي جوه. طبعا قلت لك دي كده كده ناتشرال، دي كده كده طبيعيه، وبتدي له انتي بودي، جسمه مش جسمه اللي صنعها، هو استلفها، فكده باسيف، فهي شورت تيرم ومش ارتفيشال عشان هو دي حبل وصل طبيعيه، ناتشرال واكوايرد. يبقى دي. السلام على الجمال، يا سلام، شيل يا ريس. What is the reason for the slow immune response for a person who has been infected by one of the viruses that infected him before؟ that has infected him before، في حاجه غلط. ماشي، that infected him before. المهم يعني هو ليه جسمه رد فعل بتاعه كان ضعيف؟ الفيروسات عشان نبقى عارفين يعني، الفيروسات دي عباره عن ايه؟ اي فيروس عباره عن بروتين، مش سيل حتى، هو مش سيل، هو ما فيهوش سيل ممبرين، ما فيهوش سيتوبلازم، هو بروتين ده كود كده من البروتين، وممكن يكون عليه كفر حتى، وعنده دي ان اي او ار ان اي. فساعات بقى لو هو على فكره دي ان اي ممكن يبقى شريط، بص ممكن هتقول لك كده دبل ستراندد دي ان اي، او ممكن تبقى لك كده سنجل ستراندد دي ان اي. ايه ده دي ان اي وسنجل ستراندد؟ كل حاجه مباحه عند الفيروسات، لا عندها كل حاجه. سنجل ستراندد ده لو حصل ميوتيشن هنا اللي هيجيز نسبه 25% يصلحها، 25%. وخلي بالك من حاجه، هم اسمهم ايه؟ دي ان ايه ريبيرنج انزيم كولد دي ان ايه لايجيز، حرف اس. خلي بالك من حرف الاس ده عشان كارثه حرف الاس ده، والله كارثه بيوقع. تخلي بالك، والله لايجيزز كتيره، لايجيزز مش اللايجيز اللي بيعمل كوفالنت بوند، ده حاجه ثانيه. ده دي ان ايه ريبيرنج انزيمز ثانيه، انواعها بنسميها لايجيزز. المهم يعني، فانت عندك 25% من دول اللي بيحصل لهم بيبدا يصلحهم والباقي لا. فعنده يعني نسبه عاليه ان هو يحصل له ايه؟ يحصل له ميوتيشن. وطبعا لو النيوكليوتايد هي اللي بايظه بنقول عليها ايه؟ جين ميوتيشن. كده حصل له حاجه اسمها جين ميوتيشن. جميل.
جين ميوتيشن طبعا بتورث ولا ما بيتورثش؟ هو اصلا يعني هو فيروس ما بيعملش ريبرودكشن، ده بيعمل ريبليكيشن، مش ريبرودكشن، بيعمل ريبليكيشن. ما ينفعش نقول ريبرودكشن على فيروس، هو مش سوماتيك سيل، هو بيعمل ريبليكيشن مش سيل اصلا. عشان برضو الحته دي برضو يعني برضو ما حدش واخد باله منها. كلمه ريبرودكشن يعني تكاثر، التكاثر ده يعني هو سيل وبتعمل حاجه، هو مش سيل، هو مش سيل، الفيروس مش سيل، بيعمل ريبليكيشن، ما ينفعش نقول ريبرودكشن. المهم يعني فيروس دونت ستيميليت ذا بودي تو فورم ا برايمري ريسبونس، والله هو شغله هيعمل برايمري ريسبونس لان هو حصل له ميوتيشن. ولما عمل بص، هو الفيروس لما حصل له ميوتيشن ايه اللي حصل له؟ الدي ان اي بتاعه اتغير، فلما جه يصنع ام ار ان اي او الار ان اي بتاعه اتغير، فلما جه يصنع منه ام ار ان اي اللي في الاخر ايه اللي حصل له؟ هيطلع بروتين مختلف، والبروتين ده الكوت اللي من بره اللي هو الانتيجين اللي من بره، فلما يجي يتعرف على الانتيجين ده هياخد وقت. هيدور بقى يا بي يا ماكروفيج ومتفيده، فاكره متفيده تي هيلبر سيل، على ما يشغل بقى القصه دي كلها هياخد وقت، لان عدد السيلز قليل في الاول. لما بنيجي نعمل ميموري عدد السيلز بيكون كتير، والحته دي بالذات احنا شارحينها قوي 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 قوي، مركزين عليها قوي 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 قوي، يعني ايه كلمه ميموري سيل. فلما يجي يقول لك ايه فيروس دونت ستيميليت ذا بودي تو فورم برايمري ريسبونس، لا يا ريس شغال عشان كده هياخد وقت. هو بيقول لك ليه بياخد وقت؟ دي غلط يعني. بي سيل دو نوت ريسبوند تو فيروس، البي سيل مش بتريسبوند للفيروس على فكره. بص، هي البي سيل مش بتريسبوند للفيروس، هي البي سيل مش بتعرف تتخلص من الفيروس، هي بتريسبوند هي بتعرف تريسبوند بس مش عارفه تتخلص من الفيروس. يعني البي سيل بتعمل ايه؟ بتعمل انتي بودي، الانتي بودي وهو بالفيروسات بيعمل له نيوتراليزيشن، مش بيعرف يتخلص منه. النيوتراليزيشن بيفضل ماسكه، يعني تخيل معايا ماسك الحرامي وفضلت ماسكه، يلا فضلت ربطه، هو مربوط قدام الحرامي، مربوط مش عارف اعمل له حاجه، لازم حد يجي يبلع يكسر اي حاجه تيجي تشتغل يعني. فالبي سيل دونت ريسبوند، لا هتريسبوند وهتعرفه، هتعمل انتي بوديز بس مش هتعرف تقتله. Viruses are characterized by higher rates of mutation. ايوه طبعا عشان ده mutation. Antibody do not destroy viruses. بص دي جمله صحيحه جدا، بس هو مش ده السبب في اللي هو ان هو بطيء. هو بيقول لك هنا ايه؟ What is the reason for the slow immune response؟ هو بطيء ليه؟ خلي بالك الجمله دي جمله صح. Antibody don't destroy viruses. ما تكسرهاش يا ريس، هي بتعمل لها ايه؟ بتعمل لها neutralization يا ريس. جمله صحيحه ما فيهاش اي مشاكل، بس هو هنا بيقول لك ايه؟ ليه هو بطيء؟ ليه الريسبونس بطيء؟ عشان هو عنده ايه؟ ميوتيشن عالي، فان انا اتعرف عليه هياخد وقت ان انا اشغل بقى البي سيل بتاعته، لان هو سبيسيفيك، فانا على مدار يا بي سيل انهي بي سيل انهي بي سيل انهي بي سيل، فهناخد وقت. ماشي؟ بس يبقى ليتر بي. ليتر سي 5 بقى. In which of the following cases the process of water and transport is affected في الباثوجين في البلانت؟ طبعا ووتر وسولت دي يعني ايه؟ يعني زايلم، والزايلم ده جواه مين؟ جواه فيسل وجواه تراكيت وعنده بارينكايما، صح؟ مين بقى فيهم اللي كان بيعمل تايلوسس؟ البارينكايما بروتوبلاست. يعني ايه بروتوبلاست؟ قال لك البارينكايما سيل دي سيل زي اي بلانت سيل، عندها سيل وول ضعيف شويه، بس عندها سيل وول ضعيف، يعني في خرم اكتر على فكره. فكره ان هو ضعيف يعني في خرم اكتر، محدش لسه واخد باله من الحته الصغيره دي. ليه بقى؟ يعني تخيل معايا كده، اجيب لك ايه؟ ما هو يعني هو في حد يقول لك مش فارقه، لا فارقه. تخيل معايا خيط، مش عارف اجيب لك خيط، شبكه، حلو، شبكه، ففي خرام، طب شبكه ثانيه فوقيها، فالخرام هتحس ان في خرام اتسدد شويه، وشبكه ثانيه فوقيها، وشبكه ثانيه فوقيها، شبكه ثانيه فوقيها، شبكه ثانيه فوقيها. الشبكه دي هتعرف تعدي الميه مفيش مشكله، بس شكل الاخرام قل شويه. طب انا اجيب لك شبكه واحده بس، شبكه مخرمه كده، بس مفيش استيكه هنا، صح؟ مفيش استيكه. هنمسح بايه؟ بايدينا كده، ايوه بس هي كبيره قوي، تعالى كده، ايوه شبكه مخرمه كده شويه، حلو. ففي خرام يا ريس، في خرام عادي، والميه شبكه عادي، الميه هتعدي يعني مفيش مشكله، بس في خرام بدات تضيق شويه. فالكولينكايما بتعرف تعدي ميه، بس هي لو جت هنا البروتوبلاست وهو بيطلع يبقى صعب شويه. البارينكايما السيل وول بتاعها ضعيف، فالاخرام بتاعتها ايه؟ بتبقى اسهل شويه في انها تعدي. برضه دي حاجات ما تعرفهاش. المهم يعني البارينكايما عندها ايه؟ عندها سيل ممبرين من جوه، وجوه السيل ممبرين في نيوكليوس وسيتوبلازم. السيل ممبرين بالنيوكليوس بالسيتوبلازم كل ده اسمه بروتوبلاست. بروتوبلاست معناه سيل ممبرين بالسيتوبلازم بالنيوكليوس. يعني ايه سيل ممبرين اهو، والسيتوبلازم بالنيوكليوس اسمهم بروتوبلازم. طب انت ليه ما قلتش بلازم؟ ليه قلت بلاست؟ لازم السيل ممبرين يطلع، لازم الحاجات اللي جوه دي تبظ كده. وعلى فكره هي مش بتعمل ميتوسس، هي بتكبر، بيطلع لها كرش، تكبر كده. فهيبقى كده مين؟ تايلوسس. مين اللي بيعمل بقى التايلوسس؟ البارينكايما. بتعملها جوه مين؟ الزايلم فاسل او الزايلم تراكيد. فورميشن اوف كورك دي يا ريس لا، مالهاش علاقه بالووتر ترانسبورت، ان الكورك ده خشب من بره. خلي بالك الكورك بيتعمل على الشجره من بره، انما ماده السوبرين بتخش جوه السيل من جوه.
الجم ده رئيس الجم مالهاش علاقه بالووتر والصوت، دي من بره برضه. فورميشن اوف انسوليتنج كفر فور ذا باثوجين، الكفر ده اتكلمنا عنه امتى؟ في الليف، وخلاص بقى الميه طلعت يعني خلاص، فخلاص هتبقى التربي. Which of the following express the stages of parthenogenesis in frog؟ طبعا الفروج ده كائن متطور اكتر شويه عن الكابوريا، ومتطور اكتر شويه عن نجم البحر. استنى يا عم استنى، انت تقول لي ايه علاقه الكابوريا؟ انا مش قصدي كابوريا، انا قصدي كراستيشنز، بس طبعا انت ما تعرفش يعني ايه كراستيشن، تقول لي قشريات، تقول لك قشريات يبقى كابوريا صح؟ ولا كابوريا ولا جمبري. عندنا حاجه اسمها بارثينوجينيسيس. يعني ايه بارثينوجينيسيس؟ يعني سترونج اندبندنت اوفم، اوفم كده تطلع تقول لك انا سترونج اندبندنت اوفم، انا مش محتاجه لحد، انا اعرف ابقى انديفيديوال جديد لوحدي، هي اوفم تكبر تبقى لوحدها. قلت لك سبرم سبرم ده بوديل، انا بص لابوديل ده تقعد تبص انا بص لابوديل ده، تركنه على جنب كده. فهي عندها ايه البارثينوجينيسيس دي؟ ايه الفيميل سواء بقى ايا كان الكائن، هنعرف الاكزامبلز يعني. الكائن ده الفيميل بتبدا تطلع جميت، اللي هي الجميت الاوفم، والاوفم دي بتكون يا اما اوفم ان فيها نص الكروموسومال ست، يا اما اوفم 2 ان فيها الكومبليت كروموسومال ست. ودي بتكبر لوحدها عادي، ودي بتكبر لوحدها عادي، مفيش مشكله. دي بتكبر لوحدها ودي بتكبر لوحدها. طب هي ازاي تبقى اوفم؟ يعني لو كان 2 ان نزل ان يبقى مايوسس، لو كان 2 ان نزل 2 ان يبقى مايتوسس، وده كده من الحالات النادره اللي الجميد بينزل فيها بالميتوسس. طيب يبقى انت كده عندك ايه؟ 2 ان. البارثينوجينيسيس بينزل ان. المهم يعني استنى عشان بس ما نطلعش اوف بوينت. البارثينوجينيسيس بقى كان ايه؟ كان نوعين يا ريس. ايه هما النوعين؟ كان عندنا نوع اسمه ناتشرال بارثينوجينيسيس، نوع طبيعي، ونوع تاني اسمه ارتفيشال بارثينوجينيسيس، تدخل انسان، لازم الانسان يتدخل. مين اللي بيعمل الناتشرال؟ قال لك في شويه حشرات انسكتس، على شويه قشريات كريستيشن. طبعا تقول لي قشريات جمبري وكابوريا تاني، يقول لك لا يا باشا، عندك عارف انت الاملايه، في بقى حاجه اسمها ووتر فلي، حاجه شبهها كده. الووتر فلي لا شبه الاملايه كده، تدوس عليها يعني تعمل القشره دي، فالقشره بتاعتها دي بنسميها كروستيشنز. عندك مين تاني ممكن يعمل كده؟ الورمز. في الاغلب الديدان، في ديدان بتبقى بنت هيرمافرودايت يعني، في الاغلب يعني بتعمل بارثينوجينيسيس، بتبقى مش محتاجه، هي كده لوحدها يعني، فهي كده كان اصلا هو هيرمافرودايت، عنده الميل وعنده الفيميل، مش محتاج لحد تاني. بس في نفس الوقت ساعات بيطلع شويه اوفمز كده بيكبروا لوحدهم، اوفمز كده لوحدهم. ارتفيشال، انت لو انت فاكر كان عندنا السي ستار والفروج، سي ستار كانت 2 ان والفروج كان 2 ان برضو، الاثنين كانوا بينزلوا ايه؟ الاثنين كانوا بينزلوا اوفم ان، ونقعد بقى نلعب عليها الافاعيل السياديه، نمسك بقى شويه ملح نرش عليها، نشرب في وشها ملح، نطفي سجاير في قفاها، نجيب كهرباء ونقعد نكهربها كده، نحرقها نموتها، نمسك الاوفم ندشملها خالص. فالاوفم لما بتبدا يحصل فيها الافاعيل الغريبه اللي بتحصل فيها دي، خلاص والله خلاص والله انا ارجع تاني، ارجع ايه؟ هرجع 2 ان تاني، فتطلع 2 ان تاني. فهي حصل لها دوبليكيشن، ومش فيرتلايزيشن، دوبليكيشن وليس فيرتلايزيشن. يعني في حاله انا ممكن ابقى تحت واطلع لفوق من غير ما تبقى فيرتلايزيشن، ايوه ارتفيشال بارثينوجينيسيس. دون عندك يا ريس. بعد كده عندك مين تاني؟ الارنب. الارنب ده بقى هو المفروض ده من الثدييات، من الماملز، والماملز عندهم ايه؟ internal fertilization مش external، الاثنين دول external يعني بيبي بيكبر بره، يعني الاوفم دي لما شكشكناها بره كبرت عادي، والفروج بيكبر بره فكبر عادي، انما الارنب لازم يكبر جوه. فلما جينا نشكشكها وكده، الاوفم اتشكشكت، هي كانت ان طلعت 2 ان، وادتنا امبريو، بس الامبريو ده وصل لايرلي امبريونيك، يعني وصل كده لجنين في الاول كده، وبعد كده اللي حصل له ما كملش. عارف اكن ايه؟ قمت اكن الحمل سقط. عارف انت مثلا اكنك ايه؟ عملت بذره جديده، والبذره دي رحت رميها في الزباله ما زرعتهاش تاني، فانت كده عملت جنين على الفاضي. المهم يعني، فانت دلوقتي عرفت ايه الحاجات دي كلها، فانت عندك السي ستار 2 ان 2 ماشي. تعالى بقى السؤال، فقال لك البارثينوجينيسيس في الفروج والسي ستار هتبقى 2 ان 2 ماشي. ولما قال لك ايه الان دي هتقول له جميل طبعا، مش محتاجه يعني. انت ليه رحت بايدي كده؟ ماشي. ده جروينج تيب از كات. طبعا ايه الجروينج تيب دي بقى؟ اغلب الناس فاكره ان التروبيزم يعني ايه بقى؟ يعني شجره بتميل كده. يا باشا شجره، انت عمرك شفت شجره عامله كده؟ مفيش شجره، مفيش نبات هيميل كده يعني. التروبيزم ده بيحصل لمين؟ بيحصل لكل النبات، كل النبات بيعمل تروبيزم، اول بلانت بريفورم تروبيزم كله. بس النبات عباره عن ايه؟ بذره، والبذره دي لو انت فاكر ان الريبرودكشن بتاع الفلاور كانت البذره دي اللي هي الاوفيول. فاكر انت الاوفيول؟ كان بقى في ايه؟ اوفيول دي كانت اوفري، في انا جواها اوفيول، جوه الاوفيول كان في حاجه اسمها اوفيول انتجمنت كده، غلاف كده وغلاف كده، وكان فتحه من تحت كده اسمها الميكروبايل. في دي البذره، ناخد بقى البذره دي اهي، والفتحه دي اسمها مايكروبايل. الفتحه دي بيخش لها منها ميه، والبيبي بيكبر من هنا.
البيبي اللي هو الامبريو اللي هو اصلا عمل الكوتيليدون. على فكره البيبي بيعمل الكوتيليدونز بتاعته. الكوتيليدون ما بتطلعش غير لما البيبي بيطلع. يعني اللي بيطلع اللي بيتعمل الاول الاندوسبيرم وبعد كده بيتعمل الكوتيليدونز. الكوتيليدونز بتطلع من الزيجوت ذات نفسه. الزيجوت يبقى امبريو يعمل كوتيليدونز. بعد كده المهم يعني فايه اللي بيحصل؟ يطلع لنا ستيم صغير كده بنسميه البيبي ستيم والبيبي روت. البيبي ستيم ده ليه اسمه بلاميول، والبيبي روت بنسميه راديسل. طيب البلاميول الجميل ده بيبدا نعمل له ايه؟ نبدا نعمل له كفر كده. الكفر اللي حوالين البلاميول ده اسمه كوليوبيتايل. الكوليوبيتايل ده غلاف، هو ده اللي بيطلع الاوكسنز يا ريس. هو ده اللي بيطلع الاوكسنز، فالتب بتاعته هي اللي بتطلع الاوكسنز. مش الناس اللي ما كانتش عارفه الكلام ده. فلما تيجي تبص بقى هنا، فانت عندك الحته دي رحنا قطعنا التب، خدنا من التب ده كان فيه اوكسنز هنا، خدنا من التب دي كده اهي، ادي التب اهي، ورحنا جايبين بقى ايه؟ اجار. ايه الاجار ده؟ ماده جيلاتينيه كده، جبنا الجي اسمها ريد الجي وخدنا السيل وول بتاعها، طحناه. السيل وول بتاع الالجي فيه بيكتين، ماده شبه الجيلاتين كده، شبه الجام، مربى، شبه المربى. فتحس ان انت عندك ايه؟ محاور امريكا يا ريس. فتلاقي عندك ايه؟ اجار شبه الماده الجيلاتينيه. خلاص ما كفايه. فتلاقي اللي حصل مريض نفسي، فتلاقي اللي حصل الاوكسنز نزلت هنا، الاوكسنز نزلت هنا، الاوكسنز نزلت هنا، الاوكسنز نزلت هنا. فدي كلها فيها اوكسنز. فتلاقي دي كلها فيها اوكسنز. فتلاقي الاوكسنز نزلت هنا نزلت هنا نزلت هنا، والحته دي مالهاش لازمه. فالحته دي ما فيهاش اوكسن، الحته دي بس هي اللي فيها اوكسن. فالمكان اللي فيه اوكسن هو ستيم ولا روت؟ قال لي ستيم ولا قال لي روت؟ ما قالش ولا ستيم ولا روت. ايه القرف ده؟ ايه يا ريس؟ هو المفروض يكتب ستيم ولا روت، لان الروت هيعمل انهبيشن ولو ستيم هيعمل الونجيشن. يعني الاوكسنز لما بتاثر على الستيم بتعمل له ايه؟ الونجيشن، ولما بتروح للروت في الاغلب يعني بتعمل لها انهبيشن. ماشي. هو ما قالش بقى ايه؟ لا ستيم ولا روت، فهنتعامل مع انها ستيم لان هو ما قالش روت، فالطبيعي يبقى ستيم. يعني هو مش طبيعي يعني، بس هنتعامل مع انها ستيم بقى خلاص. فتلاقي اللي حصل هنا، فتلاقي ده هينزل هنا كده، فتلاقي الاوكسنز بقت في الناحيه دي، فالناحيه دي هتطول شويه والناحيه دي تبقى قصيره سيكه، فالناحيه دي لما تطول هتميل كده، فدي ميلت ناحيه ار. طب هي نفس الكلام، الاوكسنز دي هتنزل هنا، دي هتقع على ما فيش، مالهاش لازمه. طبعا هي مش تقع يا ريس، هي مش تقع، هي اللي يحصل لها بس الناس عشان نفهم كلام علمي يعني، هي بتروح كده 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 وتنزل هنا، كده 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 وتنزل هنا، كده 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 وتنزل هنا، مش هتسرب يعني، بس هي مش تنزل غير في الناحيه دي خلاص. فالناحيه دي هتكبر والناحيه دي هتبقى قصيره فتميل كده. فواي هتميل ناحيه ال واكس هتميل ناحيه ار. واي هتميل ناحيه ال واكس هتميل ناحيه ار، يبقى لتر ايه؟ ماشي. تعالى بس عشان حته الاوكسنز دي عايزين نثبتها في حته عدم الحفظ يا ريس. تعالى الاوكسنز عشان تبقى عارف يعني، لا كبر لي الخط شويه. الاوكسنز عشان تبقى عارف يعني، الاوكسنز دي قليله الادب. قليله الادب. تحب الايه بقى؟ تحب الضلمه، وتحب ايه تاني؟ وتحب الميه، وتحب ايه تاني؟ تحب الجرافيتي. دي اول حاجه لازم تعرفها عن الاوكسنز، انها قليله الادب، بتحب الضلمه والميه والجرافيتي. قلت لك ايه؟ اي حرف اس تشوفه تقعش على بعضك اوكسنز. فهم انواع كتير قوي، من ضمنهم اندول اسيتيك اسيد. هو اسمه اندول اسيتيك اسيد، ده اسيتيك اسيد واسمه اوكسنز. ايه اللي ايش جاب لي جاب؟ زي ما اقول لك هرمونز كده، هرمونز اسمه الالدوستيرون عادي يعني، فاهم؟ اوكسنز اندول اسيتيك اسيد. ففي انواع كتير قوي، وده مش بروتين. اندول اسيتيك اسيد، اندول اسيتيك اسيد، اندول ده اسيتيك اسيد يا ريس، فوق اسيتيك اسيد، مش بروتين، ماده كيميائيه عادي. مش عشان هو هرمون يبقى بروتين عادي، عندنا هرمونز ستيرويدز، مش شرط ماده كيميائيه عادي. تاني حاجه تعرفها ان الاوكسنز بتعمل جراف حلو قوي كده. ايه الجراف ده بقى؟ اول لما الاوكسنز بتروح عند الايه، تخيل معايا كده الروت ده واحد رفيع جدا جدا جدا، لو اكل كتير يرجع. الستيم واحد تخين جدا جدا جدا، يقعد ياكل 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 ياكل، هيرجع بس قدام، بس هو ياكل 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 ياكل. فتلاقي في الاول ايه؟ الروت اكل، بص الاوكسنز زاد، بص ايه اللي بيحصل للروت؟ كبرت شويه، اكل الثاني كده بتاكل، يا لهوي تقع بقى. ليه بقى؟ كل ما تزود اوكسنز ترجع، ترجع. طب بص على الستيم، ايه اللي بيحصل للستيم؟ يا باشا ياكل ما يحسش، ياكل ما يطلعش اصلا، ياكل ما يطلعش. لما يوصل لحد هنا يبدا يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، مسح الزوج ده كله، يكبر 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 يكبر، زودت قوي يبدا بقى ايه؟ يقل شويه. فلما يجي يقول لك هل الاوكسنز على طول بتكبر الستيم؟ لا. هل الاوكسنز على طول بتوقع الروت؟ لا. في حته في الاول كده بتكبر الروت، وفي حته بتوقع الستيم. فنوت اولويز، موست. خلي بالك اولويز دي مشكله كده، عامله زي اونلي يعني. اول ما بتشوف اونلي او تشوف اولويز بتبدا تهرش كده شويه. انت ركز بس، هل ينفع اجابه تبقى اونلي؟ عادي.
عادي. كلمه اونلي مش معناها انها غلط، عادي عادي جدا. يعني ممكن اديك سؤال اديك اجابه ولا مين الهرمون اللي عندنا في المنهج كله كان بيشتغل على الصوديوم؟ طب تفكر صوديوم الدوستيرون اونلي. ايوه يا ابني الدوستيرون اونلي، ما هو مين تاني يشتغل على الصوديوم؟ هو بيشتغل على الميه مش على الصوديوم. مش ركز بس كده لو سمحت يعني، فاهم؟ مش لازم تبقى كلمه اونلي دي كارثه بالنسبه لك. مين الهرمون اللي بيحط كالسيوم في الدم؟ كالسيتونين اونلي. ايوه يا ابني ما هو قول لي في حد تاني بيحط كالسيوم في الدم، تقول لي جروث هرمون يا فارمر يا جاموسه البحر يا جاموسه البحر. جاموسه هو الجروث هرمون كان بيحط كالسيوم ولا كان بيحط بروتين؟ عيب عيب. المهم نرجع بقى لسؤالنا الجميل. فالاوكسنز طبعا بتكبر الاستم. ما هي المشكله ان احنا مش بقى نعرف هو بيكبر ولا يعني هو بيعمل له انهبيشن ولا الونجيشن غير لما يكتب روت والاستم. بس طبعا احنا هنتعامل. لا انت ايه اللي جاب دي هنا تاني؟ ماشي. احنا هنتعامل مع الوضع على ان هو استم، يعني الوضع ان هو استم بناء على ايه بقى ان هو استم؟ ان هو موست كومن. بجد والله ان هو موست كومن، مفيش اي دافع تاني. From the opposite figure which show the body cavities what is the number of cavities that contain spleen and thymus. احنا السبلين موجود فين؟ السبلين كان موجود ايه هنا؟ هل هو في البطن ولا عند الصدر؟ ايه هنا؟ فانت مش عارف ايه هنا دي فين؟ عارف انت اخر فلوتنج ريبس؟ ريبس يعني صدر، صدر يعني عند اخر حته فلوتنج ريبس كده تلاقي السبلين هنا كده، مش تحت مش عند البطن. فقال لك هنا السبلين موجود فين؟ هنا كده. يمين ولا شمال؟ شمال. سبلين ده كان الطحال اللي كان فيه مقبره الريد بلاد سيلز، كان فيه ماكروفيجز. تخيل الماكروفيج دي بتبلع ريد بلاد. ظبطت لك الاضاءه وجيت تعالى بس كده ايه يعني فاهم الدنيا بدات تحصل، يعني فاهم حسيت ان في مشكله هي فصلت لوحدها، وقلنا ايه نظبط كده الدنيا نبص نراجع عشان لو الصوت بايظ صوت مش بايظ اي حاجه حصلت. انا كنت بقول لك السبلين موجود هنا فوق صح؟ كنت راسم لك خط هنا بقول لك السبلين ده كان من الحاجات اللي سيل بتبلع سيل. كان السيلز اللي هي الماكروفيج اللي جوه بتبلع الريد بلاد سيل، بتكسر الهيموجلوبين لبروتين وحديد. الحديد ده بيروح يا اما الريد بون مارو يعمل واحده جديده او يروح يتخزن جوه على بروتين جوه الليفر اسمه فيريتين. السبرين موجود فوق في الثراسيك كيج، والثايمس اللي كانت بتطلع هرمون اسمه ثايموسين برده موجوده فين؟ في الحته بتاعت الثراسيك كافيتي. مش الثايرويد، مش بتكلم على الثايرويد، بتكلم على الثايمس اللي هي هنا اللي هي ورا الاسترنم، مش اللي فوق دي الثايرويد. ماشي؟ يبقى كده في 2 بس يا ريس. The opposite segment of a DNA استنى يا النيله. In the opposite segment of a DNA, a damage occurred at X as a result of a toxicity by a chemical substance. طبعا احنا عارفين ان كلمه الدي ان ايه يحصل له دامج، بيحصل له دامج ازاي؟ بحاجه اسمها هاكر. ايه بقى هاكر دي بقى؟ heat, aqueous environment, chemical او chemical substance وراديشن. حلو الحته دي هاكر. فانت عندك هيت، اكويس انفايرمنت، كيميكال وراديشن. لو الحاجات دي حصلت النيوكليوتايدز بتبوظ، ولو النيوكليوتايد هي اللي باظت بيبدا ينتج عني حاجه اسمها ايه؟ جين ميوتيشن. جين وليس كروموسوم، جين وليس كروموسوم، جين وليس كروموسوم، جين وليس كروموسوم. يعني مش هيحصل بوليبلويدي، مش هيحصل بوليبلويدي. يعني لو حاجه من دي حصلت الكروموسومات مش هتبوظ، مش هيحصل بوليبلويدي عشان ما تبقاش جاموسه بحر. يقول لك حصل هيت الدي ان ايه هيتدبلر، الدي ان ايه هيتدبلر هيبقى بوليبلويدي او هيبقى كذا بلويدي، ولا هيبقى عندي جين هو اللي بايظ؟ الجين بس هو اللي بيبقى بايظ، جين بيكون هو اللي بايظ. البوليبلويدي يعني سنترومير باظت، سنتروسوم باظت، ما عرفتش تشد سبندل فايبرز ما طلعتش كده يعني. فبالنسبه بقى بيقول لك اكس دي باظت، اكس لما تبوظ الدي ان اي لايجيزز هتيجي هيبص يلاقي جي يحط مكانها سي بس اتصلحت زي الفل. خلي بالك من حاجه بقى، هو بيبدل ايه؟ بيبدل النيتروجين سبيس بس؟ لا يا ريس، هو بيقص دي كلها، بيشيل النيوكليوتايد، بيعمل ريبليس للنيوكليوتايد، مش بيشيل النيتروجين سبيس بس. لا يا ريس، هو بياخد الطوبه جاهزه، هو مش بيركب دي لا هو بياخد الطوبه كلها جاهزه، هو بيركب الطوبه كلها. وخلي بالك من حاجه بقى، هو بيعمل ايه؟ بيشيلها ويركب كوفيلنت بوند هنا وكوفيلنت بوند الناحيه الثانيه. برضه والله العظيم الحاجات دي محدش واخد باله منها. يعني بص هناك كده والله العظيم ما في حد واخد باله منها. بص هنا تي انا بحلف لك تلاقي هنا واحده انت ممكن تكون عارف بس مش واخد بالك، وعندك هنا ايه؟ خلاص انا باجي اركب واحده مثلا الجي هتركب هنا، يعني هعمل بوند مع دي وبوند مع دي مع الاثنين يا ريس، يبقى هشيل ميه من هنا وهشيل ميه من هنا. ما انا عشان اعمل بوند بشيل ميه. مين الحربايه اللي بتوقع بين الناس؟ الووتر. فلما احط ووتر بتتكسر، شيل ووتر، لما شيل ووتر بيبنوا تاني، فهشيل 2 ووتر. فانا عشان ابدل بس واحده دي هشيل 2 ووتر. حاجات مستخبيه كده قمر. فتبقى النسبه هنا كام؟ 100%. خلاص بقى يا ريس يطلع كده معايا. سؤال 10 بيقول لك which of the following cells contain 23 chromosomes 23 كروموسوم. الكروموسوم هنا فيه 46 دي ان اي. 23 ده يا ريس 23 هنا دي كروموسوم. ايه الفرق بقى؟ يعني ايه دي كروموسوم ويعني ايه اس كروموسوم؟ بص هو في مساحه هنا فاضيه مش لازم نروح هناك يعني. هذا من الحفظ. تعالى بص يا ريس. دلوقتي احنا عندنا ايه؟
احنا عندنا انواع من الكروموسومات، في كروموسوم بيكون عامل كده وفي كروموسوم بيكون عامل كده. هو كروموسوم بنقول عليه ايه؟ اس كروموسوم، سنجل كروموسوم. هنا بنقول عليه دبل كروموسوم، دي كروموسوم. والدي كروموسوم ده انا مش بشوفه غير في حالات معينه، انما الاس كروموسوم ده موجود طبيعي في اي سيل. يعني لو اقول لك السيل بتاعتي فيها 46 كروموسوم يبقى فيها المنظر ده، 50 كروموسوم بالمنظر ده، فيها 40 كروموسوم بالمنظر ده. امتى بلاقي المنظر ده؟ وقت الديفيجن، وقت الميتوسيس والميوسيس. لما نيجي نعمل ميتوسيس لازم ايه اللي بيحصل؟ الكروموسوم بيبدا يتدبلر، وبعد ما بيتدبلر بيبدا يتقسم هنا وجزء هنا. فايه اللي بيحصل لها؟ هي بتتدبلر مره، يعني تبقى هنا وهنا. عندي برضو عندي حاجات تانية بيكون فيها، عندي عكس النوع التاني من الديفيجن مايوسيس، فانا عندي ميتوسيس ومايوسيس. فعندي برضو المايوسيس بيبدا يحصل نفس الكلام. يعني يبدا يحصل نفس الكلام، يعني يبقى عندي كروموسوم عامل كده، وعندي يبقى عندي دي ان ايه اهو، كروموسوم اهو زي الفل، ده بيتدبلر وده كمان بيتدبلر، وبعد كده ده وده، ده بيتقسم هنا وده بيتقسم هنا، بعد كده ده بيتقسم هنا وده بيتقسم هنا وده بيتقسم هنا وده بيتقسم هنا. ده اسمه مايوسيس 1 وده اسمه مايوسيس 2. فور مور ديتيلز تعال والله انا ما هحلك، تعال تعال اهو. بص يا استاذ الفاضل، دلوقتي المايوسيس، الناس اللي عارفه المايوسيس بقى تسكيب، فاهم؟ اللي انت لو انت عارف المايوسيس ما تضيعش وقتك وسكيب. المايوسيس يا استاذي عامل ازاي؟ بيبقى عندنا السيلز بتاعتنا بتبقى خلايا 2 ان عايزه توصل تبقى ان وان. احنا بقى عارفين ان 2 تبقى ان وان، بس ازاي بقى بتعمل كده؟ الخلايا بتاعتنا بيبقى عندها كروموسوم رقم 1 من الاب وكروموسوم رقم 1 من الام، كروموسوم 2 من الاب 2 من الام، 3 من الاب 3 من الام، سنجل عادي مفيش مشكله. وكل كروموسوم بيتكون من ايه؟ من واحد كروماتين وواحد دي ان ايه. ايه اللي بيحصل للرسمه دي بقى؟ ده بيبدا يتدبلر، فده بيبقى عامل كده وده بيبقى عامل كده. ليه بيبدا يتدبلر؟ عشان هو عارف ان هو يتقسم، فالمنظر ده بيبدا يحصل منظر الدي كروموسوم. وبعد كده ايه اللي بيحصل له؟ لما اجي اقسم بقى المره دي في الميوسيس دي بتاخد اكسايه كامله وبتاخد اكسايه كامله، بتاخد كروموسوم رقم 1 من الاب كله ومن الام كله. فالخلايا دي بقى فيها كروموسوم رقم 1 بتاع الاب وكروموسوم رقم 1 بتاع الام، اختلفوا عن بعض. طبعا حصل كروسنج اوفر، وخلي بالك ده واحد بتاع الاب وده واحد بتاع الام، فبنقول عليهم هومولوجيس كروموسوم. لو واحد واثنين يبقى نون هومولوجيس، ولو حصل بينهم تبادل بنقول عليه ميوتيشن. لازم كروموسوم واحد مع واحد، اثنين مع اثنين، ثلاثه مع ثلاثه، 23 مع 23. خلي بالك برضو الميوتيشن ممكن تحصل امتى؟ لو كروموسوم، خلي بالك برضو كروموسوم اكس وكروموسوم واي لما بيحصل بينهم كروسنج اوفر، ده وده حصل مع ده كروسنج اوفر في جين مختلف عن الجين. يعني مثلا ايه؟ كروموسوم اكس ده شايل جينات كتير قوي، كروموسوم واي ده قصير شايل جينات صغيره. فلو مثلا ده جين معين للتستوستيرون وليكن يعني، وده جين مثلا استروجين، وبدلوا مع بعض، ده مش مشكله، ده مش كده هومولوجيس، ده كده كارثه، ده كده انا بدلت حاجه بحاجه ثانيه. طبعا مفيش حاجه اسمها جين التستوستيرون ولا جين الاستروجين، لان ده جين تحول ام ار ان اي تحول لبروتين، لا هو جين للانزيم اللي بيصنع التستوستيرون، ده جين للانزيم اللي بيصنع استروجين. اوكي، بعد كده ده بيبدا يتقسم، ده بيبقى ايه؟ خط هنا، وده بيبقى خط، وده بيبقى خط، وده بيبقى خط. حلو، فبيبقى في الاخر ايه؟ الخطين بقى خط 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 خط، وان بقت ان. بس المنظر اللي هنا كان اسمه ايه؟ اسمه دي كروموسوم. انا شفت الدي كروموسوم فين يا ريس؟ شفت الدي كروموسوم هنا في الميوسيس 1. لسه هنكمل بقى ميوسيس 2 مفيش حاجه. طب مين الخلايا اللي وقفت عند ميوسيس 1؟ انا عندي خليتين وقفوا عند الحته دي. مين هما الخليتين؟ السكندري او سايت والسكندري سبرماتوسايت، وقفوا في الحته دي. فالسكندري او سايت كانت واقفه هنا، كانت عندنا حاجه اسمها برايمري او سايت عملت مايوسيس 1 بقت سكندري او سايت، كان عندي برايمري سبرماتوسايت عمل مايوسيس 1 بقى سكندري برضه سكندري سبرماتوسايت. خلي بالك برضه مين اللي عمل مايوسيس؟ الاف اس اتش. الاف اس اتش اشتغل على الخليه بتاعت البرايمري خلاها سكندري. برضه في الميل والفيميل خلي بالك الاف اس اتش الفوليكل ستيميوليتنج هرمون اشتغل على الجرافيان فوليكل، اشتغل على الاماتشور فوليكل خلاها جرافيان. ال اتش هو اللي اشتغل على الجرافيان. هناك في الميل الاف اس اتش اشتغل على السيمينيفرس خلاها تصنع سبيرم، خلاها تعمل العمليه دي كلها، خلاها تصنع السكندري سبرماتوسايت. تعالى بقى نشوف في التشويس. لا انت رحت فين؟ انت مقموصه ليه طيب؟ يا مقموصه. اهي. فبيقول لك هنا which cell contain 23 كروموسوم ب 46 دي ان اي، يعني الدبل الدي ان اي الدبل، يعني ايه؟ ما قصده بيها ايه؟ قصده فيها 23 كروموسوم بس دي. اشمعنى دي؟ لان بص هي لو 23 كروموسوم ب 23 دي ان اي ب 23 كروماتين يبقى ده الاس. لو 23 كروموسوم ب 46 دي ان اي يبقى ده الدي الدبل. والدبل ده كان السكندري السكندري اوسايت والسكندري سبرماتوسايت. السكندري سبرماتوسايت ده عنده ايه؟
ده وده زي بعض بالظبط، الفرق في الشكل. ده عندهم 23 كروموسوم ب 23 دي ان اي، ده عنده 64 كروموسوم ب 64 دي ان اي. وخلي بالك ده فيه تركايه، ده اول لما بيجي يعمل ديفيجن، وهو بيعمل ديفيجن بيخش جوه مرحله كده اسمها انترفيز. في الانترفيز بتاعته ممكن يبقى 46 دي كروموسوم عنده 92 دي ان اي، يعني ده عنده القدره ان هو يوصل ل 92 دي ان اي. مش بس طبعا الاجابه مين؟ انا بقول لك بس ايه شويه اسئله زياده. سؤال 11 بيقول لك ايه؟ ده جيولوجيا بقى، اي حد عربي طير بقى، انا هحلها انجلش. بيقول لك all of the following crystal system contain more than two crystal axes of equal length except. بص يا استاذ، انت عندك، انا عايزك تحفظها كده بالطريقه بالترتيب بالشكل ده، في مكان فاضي هناك ترتبها بالطريقه دي. اول واحد الكيوبيك، بعد الكيوبيك عندنا التتراجونال، بعد التتراجونال عندنا مين؟ الاورثرومبيك. ايه الفرق بين الثلاثه؟ احنا عندنا ثلاثه اكسس، الاكسس دول ثلاثه بيربنديكولار على بعض، والثلاثه ايكوال يبقى كيوبيك. لو واحد بس ما بقاش زيهم، يعني اثنين قد بعض واحد مختلف، يبقى تتراجونال. يعني تتراجونال رباعي. يعني ايه شكل رباعي؟ شكل الرباعي ده معناه شبه مثلا ايه، العصير، المنديل، يعني تحس ان هو ايه، سكوير من فوق، مستحيل بتاع العصير احسن، سكوير من فوق ونازل ريكتانجل كده، سكوير كده من فوق ونازل طويل قوي، ده كده تتراجونال. الاورثرومبيك بقى، اورثو يعني واقف، يعني 90، يعني بيربنديكولار، ورومبيك شبه الرومبوس، يعني مش قد بعض، لا اللينث ولا الويدث ولا الهايت قد بعض، لا A ولا B ولا C قد بعض، هو A وB وC لينث ويدث هايت. بس الفرق في ايه؟ الفرق بين ده لينث وويدث وهايت، ده كلها اكسس بتعدي على السنتر اللي بتاع الكريستال. يعني مثلا تخيل معايا ده كيوب، حلو، الكيوب ده بيكون ليه ايه؟ ليه لينث وليه سوري اهو، ليه لينث وليه ويدث وليه هايت. لا، ما هو احنا عندنا نقطه كده في النص اسمها السنتر، وفي خط بيعدي كده من السنتر كده، تحس ان هو بارلل لمين؟ بارلل لللينث، فبنقول عليه اكسس مثلا 1. ده هنسميه خط تاني ماشي كده بارلل للهايت، نسميه اكسس 2. في خط تاني كده بارلل للايه؟ للويدث، نسميه اكسس 3. فهكذا، فتلاقي A1 و A2 A3، الفا وبيتا وجاما، سوري، اي وبي وسي، الفا وبيتا وجاما دي انجلز. فانت عندك الثلاثه دول فيهم ايه؟ ده في ثلاثه قد بعض بس الانجلز كلها 90، ده واحد مش قدهم بس الانجلز كلها 90، ده كلهم مش قد بعض بس الانجل كلها 90. فهو دلوقتي بيكلمك عن ايه؟ ان هم قد بعض ولا الانجل قد بعض. الهكساجون يا ريس عنده ايه؟ عنده A1 equal A2 equal A3 not equal C، عنده ثلاثة اكسس هوريزونتال وواحد من فوق كده فيرتيكال عليهم، والثلاثة قد بعض، عنده ثلاثة قد بعض. التتراجونال عنده A1 equal A2 not equal C. الترايجونال ثلاثة، وجونال ده اللي هو الثلاثي. يعني ايه ترايجونال؟ ثلاثة مايلين. يعني ايه ثلاثة مايلين؟ يعني ثلاثة انجلز لا قد بعض ولا كلهم ما لهمش التسعينات، كلهم مايلين. هو اصلا بعد الكيوبيك تتراجونال اورثرومبيك مونوكلينيك. يعني ايه مونوكلينيك؟ اخدنا الاورثو اللي كلهم مش قد بعض دول، وخدنا واحده وميلناها فسميناها مونوكلينيك، ولما ميلنا الثلاثه سميناه تراي كلينيك، لما الثلاثه مالوا على بعض. فالتراي كلينيك ده ما فيهوش اي حاجه. انما الترايجونال بقى غير التراي كلينيك. الترايجونال ده شكل عنده A1 equal A2 equal A3 not equal C، شبه ده بالظبط. الفرق ان ده هكساجونال في 6 وشوش كده، ده فيه 3 وشوش بس. خلاص، فده عنده 3 قد بعض، وده عنده A1 equal A2 equal A3، ده عنده 3 قد بعض، وده عنده 3 قد بعض. هو عايز ايه بقى؟ عايز more than 2، اكتر من 2 قد بعض. ده عنده 2 بس، يبقى ده الاجابه. بس حاجه بسيطه هبل قوي يعني. Which branches of geology have the greatest impact on increasing the agriculture production؟ زراعه. مين بتاع الزراعه؟ اللي هو الهيدروجيولوجي. الهيدروجيولوجي بيطلع الميه، بيستصلح الاراضي الزراعيه. طب انا هدور على الميه ازاي؟ بالجيوفيزكس. فانا عندي كده هيدروجيولوجي وجيوفيزكس، لتر بي. ده ريليشن شيب بتوين. طبعا الناس اللي موقعه جيولوجيا، انا ما اعرفش انت عارف ولا لا، بس احنا شارحين الجيولوجيا كده في ايه، في كورس حلو كده. عايزك بس تلم الدنيا، عايزك تبقى عارف بقى يا اما عربي يا اما انجلش، مش فارقه، بس تلمها، دي درجتها ببلاش، فحرام تضيع البيولوجي علشان ماده زي دي يعني. The relationship between the percentage of potassium and the percentage of silica in the igneous rock. طبعا احنا عارفين ان الاليمنتس اللي عندنا اوسيال، اكتر اليمنتس موجوده يعني اوسيال اف اي، بعد كده كنكا مج. دول بقى هنقسمهم بطريقه ثانيه. هنقسمهم ايه؟ حديد كالسيوم مغنيسيوم، بوتاسيوم وصوديوم، بوتاسيوم اهو صوديوم اهو، وسيليكون واكسجين والومنيوم. ايه بقى التقسيمه الغريبه دي؟ حديد كالسيوم مغنيسيوم دي معادن تقيله فتبقى موجوده تحت، وكل ما نطلع لفوق المعادن دي تبقى تقيله موجوده تحت، بتبرد تحت، بتبقى قليله قوي فوق. بعد كده عندك ايه؟ كل ما بطلع لفوق او كل ما يبقى الماجما بتكون خفيفه في التمبرتشر، بطلع لفوق في التمبرتشر مش في البركان، في الحراره مش في البركان. بس هو الفكره ان كل ما اطلع لفوق الحراره بتبدا تقل، بس المشكله في ايه كمان؟ ان في حاجات فوق بتبرد بسرعه،
مهم ركز بس معايا دلوقتي. فكل ما بطلع لفوق الحراره بتبدا تقل. يعني ايه الحراره بتبدا تقل؟ يعني تحت عند 1200 فوق الحراره عندي ب 700. فلما الحراره بتبقى عندي ب 700 دي السيليكا فيها دي حراره ب 700، السيليكا فيها بيكون عاليه 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 عاليه. مين تاني بيزيد؟ البوتاسيوم بيزيد 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 بيزيد. طب مين بقى بيقل؟ الحاجات دي. يعني كل ما بطلع لفوق السيليكا بتزيد والبوتاسيوم بيزيد، بيزيدوا مع بعض الاثنين دايركت مع بعض. حتى تلاقي في الاخر كان عندنا حاجه اسمها اورثوكليز. في الاول كان اسمه بلاجيوكليز، كان فيه كالسيوم. بعد كده في الاخر في تفاعل بوين كان عندنا في الاخر مين؟ اللي هو كان فيه الكالسيوم سوري البوتاسيوم اللي هو الاورثوكليز. فقال لك نسبه البوتاسيوم مع السيليكا كل ما السيليكا تزيد البوتاسيوم بيزيد. ليتر ده physical state of the earth's core has a role in ايه؟ يعني انا ما انصحش الصراحه انك تتفرج على يعني تسمع الشرح الجيولوجيا، يعني تلم الجيولوجيا من هنا ده صعب. البيولوجي ممكن تلمها من هنا برضه صعب شويه بس كده. بس انا ما بحبش الحركه دي يعني، فاهم؟ ما بحبش الناس اللي بتقعد تقول لك ايه ان هلم من الاسئله. مش الحركه المعفنه دي. The physical state of the earth's core has a role in ايه؟ لو مش مذاكر روح ذاكر وبعد كده تعالى حل، تعالى استفاد. الكور احنا عندنا نوعين من الكور، عندنا اوتر كور اوتر مولتن وانر سوليد. والمولتن بيلف حوالين السوليد بيعمل حاجه اسمها ماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد ده اللي هو الماجنتيك فيلد بتاع كوكب الارض اللي بيصد اي كوزميك راديشنز من بره، فبيعمل ماجنتيك فيلد. مين اللي بيعمل الفولدز؟ الازينوسفير، الطبقه اللي اسمها الازينوسفير، الطبقه اللي هي فيها بارشال مولتن روكس، الدكتايل اللدنه المايعه، دي اللي تعمل ايه؟ الموفمنت بتاعت الكونتيننت، دي اللي تعمل وايدنينج للسي. كل دول بيحصلوا من الازينوسفير اللي هي موجوده فين؟ في المانتل. خلاص كوبي ولا ايه؟ كوبي اهو. The rocks that are formed from the crystallization of the magma in the form of pillows. ايه البيلوز دي؟ انت عندك الماجما لما بتبرد او لو البركان لما بيبرد بيديك ايه؟ حاجه اسمها volcanic structures او igneous structure. يعني ايه igneous structure؟ تراكيب ناريه. ايه الاigneous structures؟ عندنا نوعين. عندنا نوع بيتكون تحت الارض بلوتونيك او intrusive، وعندنا نوع تاني بيتكون فوق الارض بنقول عليه volcanic او extrusive. ايه الحاجات البلوتونيك؟ يعني اللي بتاعك كبيره قوي دي، الاكستندد للكيلومترز كتيره قوي، دي اسمها باذولايس. بتاعك كبيره قوي 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 كده، حمام كبير قوي تحت، حمام ماجما، حمام بخار تحت، فدي اسمها باذولايس. باذولايس حمام لايس، بازو اهي بادو لايس. بعد كده عندك قبه معدوله ودي قبه مقلوبه. دي قبه معدوله بنسميها لاكولايس، المقلوبه لوبولايس. وبعد كده عندك حاجات طالعه كده اسمها دايك، فيرتيكال دايك، هوريزونتال سيلز، هوريزونتال سيلز، فيرتيكال دايك. كل دي حاجات ايه؟ انتروسيف او بلوتونيك. يعني الصخور اللي جواها بتكون صخور انتروسيف او صخور بلوتونيك. في الاغلب بتكون انتروسيف، الوحيد البلوتونيك الباذولايس. نيجي بقى نبص على الاكستروسيف. يعني ايه اكستروسيف؟ حاجات بتطير فوق من البركان. عندك ايه اللي بيطير فوق؟ البيلوز، الوسائد، اللي هي القنابل، بومز، الفولكانيك بومز اللي بيطير فوق. برضو عندك الاشز والبريشيا. فهو دلوقتي قال لك ايه؟ عندك البيلوز، فالبيلوز دي هتكون ايه؟ حاجه فولكانيك، حاجه اكستروسيف، فتلاقي عندك فولكانيك اجنيوس روك. خلاص دي فولكانيك او بنقول عليها ايه؟ اكستروسيف. الماسيف ميتامورفيك دي كانوا نوعين، اللي هي اللايم ستون اللي بقى ماربل والساند ستون اللي بقى كوارتزايت. الفولييتد دول كانوا ثلاثه، المايكا شيست، الجرانيت اللي بقى النيس، وعندك الشيل اللي بقى سليت. الكلاستيك اجنيوس روكس، كلاستيك اجنيوس ايه بقى ده؟ دعه بس، عارف انت تدخل ايه؟ اي حاجه في اي حاجه اسمها كلاستيك سيديمنتري. ايه كلاستيك اجنيوس دي؟ The opposite figure show a sample of rock. A fossil A could be one of the following fossils except a bony fish, coral reef, tree trunk, foraminifera. بنبص هناك كده لقيت ايه؟ لقيت فوسل ايه ولقيت كالسايت. كالسايت يعني ايه كالسايت؟ يعني كاكو 3. طب والكاكو 3 ده موجود فين؟ في اللايمستون، ودي فوسلز فبنقول عليها ايه؟ فوسيليفيرس لايمستون. طيب حلو. والفوسيليفيرس لايمستون دي كنا جبنا الفوسلز منين؟ هي جابت الحاجات، جابت البتاع ده من البحر، جابت الكالسيوم وجابت الكربونات. جابت الكالسيوم وجابت الكربونات من البحر، عملت بيها القوقعه، وبعد كده القوقعه دي ماتت، صح؟ فهي جابت الحاجات دي من البحر، فالكائنات اللي بتعيش في البحر هي اللي هتبقى عندها الشكل ده، او الرسمه دي هتبقى كائنات في البحر. طب ايه الكائنات اللي موجوده في البحر؟ عندي هنا البوني فيش في البحر، الفورمانيفرا دي انا ما اعرفش انت عارفها ولا لا، بس نفترض انك مش عارفها. كورال ريف ده في البحر، تري ترانك ده شجره، اكيد مش شجره تحت البحر يعني، الجذع شجره. وكمان الشجره هتديك فحم، مش فوسيليفرس لايم، هتديك كول. يعني هيقول لك كول، مش هجيب لك كالسايت، هجيب لك كول. الفورمانيفرا دي ايه؟ الفورمانيفرا انت مش عارفها غالبا، يعني بتبقى حاجه زي ايه؟ يعني شبه الاميبا، مش سيميلر للاميبا، حاجات يوني سيلولر كده، سيميلر، كائنات صغيره، كائنات بروتوزوا.
كائنات بروتوزوا، حاجات بقى بروتوزوا كده، ما اعرفش هيقولها بالعربي بروتوزوا دي، بروتوزوات، بروتوزوا، اميبا، باراميسيوم، ايوجلينا، فورمانيفرا، كائنات يونيسيلولر ايوكاريوت وعندها قوقعه. هي ايوكاريوت يونيسيلولر عندها قوقعه عادي يعني، بتعمل باينري فيشن، مفيش اي مشاكل. خلاص بس دي كائنات بحريه فعشان كده ما اخترناش. رجعنا بقى تاني للبيولوجي. يقول لك where does the translation process of mRNA molecule in E. coli bacteria occurs. حلو. الام ار ان اي مولكيول في الاي كولاي بكتيريا، الاي كولاي بكتيريا الدي ان اي بتاعها موجود فين؟ موجود في السيتوبلازم. ليه؟ عشان هي ما عندهاش نيوكليوس، والدي ان اي بتاعها في السيتوبلازم مدور ليه؟ داخل جوه بعضه كده ليه؟ في ترنات كتيره بس لف على بعض ليه في الاخر؟ قال لك عشان هناك هي في السيتوبلازم، ففي انزيمز في السيتوبلازم هتكسرهم، فهم لما يربطوا مع بعض كده الانزيمز دي مش هتكسرهم، هو بيحافظ على شكله لان هو ما عندوش نيوكليوس. انما الانسان عنده نيوكليوس، فالدي ان اي ممكن يبقى شريط عادي. الانزيم اللي بيكسر موجود في السيتوبلازم، والدي ان بتاعه في النيوكليوس. طب هو كده بنبدا نعمل فيه ايه؟ بنبدا نجيب الار ان اي بوليميريز ونحول الدي ان اي، بنحوله لحاجه اسمها ايه؟ ام ار ان اي فين؟ في السيتوبلازم. العمليه دي اسمها عمليه ترانسكريبشن. وبعد كده الام ار ان اي في السيتوبلازم برضو في نفس الوقت بنعمل ايه؟ بنعمل منه بروتين. على فكره هو بيبدا ايه؟ ينسخ شريط ويحط امينو اسيد. بص ينسخ يحط ينسخ يحط بيشد، عارف انت ايه؟ تخيل معايا جاي بشد شريط واحط شد واحط، فهو بيعمل ايه؟ ترانسكريبشن وفي نفس الوقت ترانسليشن. بس مين اللي بدا الاول؟ ترانسكريبشن بدا وحط، بدا وحط، بدا وحط، بعد كده في الاخر الترانسكريبشن خلص وحط اخر امينو اسيد. يعني البدايه بتاعتي بالترانسكريبشن وخلص كله؟ لا، هو ترانسكريبشن وشغال يعمل ترانسكريبشن بعد كده بيترجم. لكن في الايوكاريوتس لا يا ريس، ما كانش في الكلام ده. في الايوكاريوتس كان بيترجم، كان بينسخ كله ويتاكد ان كل حاجه تمام ويبقى الام ار ان اي ماتشور وزي الفل. طلع بقى السيتوبلازم تبقى جاهزه، جايه جاهز العروسه، طلع لبره خالص، جابت عفشها وجابت قيمتها وجابت كل حاجه، يلا ترجمي في الاخر لبروتين. فبدا بيترجم فين؟ في السيتوبلازم. طب ما السيتوبلازم وميتوكوندريا يا جاموسه البحر، البكتيريا كائنات بروكاريوت، والكائنات البروكاريوت ما عندهاش، بروكاريوتس don't have membranous organelles. يعني ايه membranous organelles؟ يعني organelles جوه السيل عندها ممبرين. يعني البكتيريا مثلا بتبقى سيل ما عندهاش ميتوكوندريا. ليه ما عندهاش ميتوكوندريا؟ لان الميتوكوندريا دي عليها ممبرين، دي اسمها membranous organelles، مش موجوده. البكتيريا ما عندهاش كلوروبلاست، ما عندهاش البتاع اللي بتعمل فوتوسينثيسيس. لا مستر ما كان في بتاع اسمها نوستوك كان بتعمل لك لا، هي النوستوك دي ما عندهاش كلوروبلاست، عندها كوينز كده معينه، ماشي؟ فبالتالي هي ما عندهاش ميتوكوندريا وما عندهاش بلاستيد، ما عندهاش ده وما عندهاش ده اصلا، ما عندهاش، عندها ريبوسوم، عندها سنتروسوم. البروكاريوس البكتيريا بتجيب اي تي بي بحاجه ثانيه، ما تجيبش اي تي بي بالميتوكوندريا. الاي تي بي بتاع البكتيريا غير الاي تي بي، هو اي تي بي بس بيجي من مصدر مختلف غير الايوكاريوتس. Which of the following system is responsible for the growth hormone transfer؟ مين اللي بينقل الجروث هرمون؟ اللي بينقل الجروث هرمون الدم، والدم ده في انهي سيستم؟ السيركيولاتري سيستم. السيركيولاتري سيستم اللي هو كان بيتكون من 3 حاجات، دم وبلاد فيسل وقلب. سهله جدا. The opposite diagram represent 2 forms of asexual reproduction in the life cycle of malaria plasmodium. هو ليه امتحان سهل كده ليه؟ Which of the following is correct؟ مين في دول سهل؟ مين في دول صح؟ asexual reproduction by sporogeny، asexual بالسبروجيني، ولا asexual بالشيزوجني؟ تعال نعرف. asexual بالسبروجيني يعني asexual وبيعمل سبور، وفي نفس الوقت في شيزوجني. مين اللي كان بيعمل السبروجيني والشيزوجني؟ الشيزوجني دي شفتها فين اصلا؟ شفتها في الملاريا، شفتها في البلازموديوم مالاريا. طب هي كانت بتعمل شيزوجني فين وكانت بتعمل سبروجيني فين؟ طبعا عشان احنا نفتكر الكلام ده كله تعالى نفتكر الملاريا كلها. انت ايه هسيبك يعني عدم الحفظ بعده؟ يلا تعالى نفتكر الملاريا كلها. اول حاجه كانت سبوروزويد. كل سبوروزويد تروح داخله جوه جسم الانسان، تعمل ايه؟ تروح داخله جوه الليفر، تعمل شيزوجني. اول شيزوجني اهو، تعمل شيزوجني كام سايكل؟ 2 سايكلز. 2 سايكلز يعني ايه 2 سايكلز؟ يعني دورتين مش 2 ميتوسيس. لو سمحت بلاش غباء، لما اقول لك 2 سايكلز يعني لما اقول لك الغساله عملت دورتين يعني لفت لفتين؟ اكيد لا طبعا، هي 2 سايكلز يعني عملت دورتين. شوف الدوره بتاعتها كام مره؟ 32 16 براحتها مش بتاعتنا، بس هي عملت 2 سايكلز مش 2 ميتوسيس. يعني ملاش كل سبوروزويد دخلت ادتنا كام؟ تقول لي ميتوسيس وميتوسيس، يعني الواحده بقت 2 و2 بقى 4 وفاكر نفسك عبقري، جاموسه بحر كبيره قد كده، جاموسه بحر قد كده. الليفر يا استاذي يا محترم يا جميل لما دخل له السبوروزويد عمل جواه شيزوجني 2 سايكلز.
مش تو ميتوسيس. حلو. طلع في الاخر ايه؟ طلع ميروزويت. وقلنا بعد كده كل ميروزوتاي تخش جوه ريد بلاد سيلاي. حلو. تعمل ايه بقى جوه ريد بلاد سيل؟ تقعد تأزز في الهيموجلوبين، تعمل شيزوجني تاني، بس سيفرال سايكلز مش واحده بس، كذا سايكل. وخلي بالك المره دي اللي عمل الشيزوجني ميروزويت، هنا اللي عمل شيزوجني سبوروزويت. وبعد كده طلع في الاخر ايه؟ طلع 3 حاجات. طلع ميروزويت تاني تنفكت ريد بلاد سيل تاني، وطلع حاجه اسمها ايه؟ جاميتوسايت، بس المره دي الجاميتوسايت اماتشور. والجاميتوسايت الاماتشور ده مين هيشفطه؟ الناموسه. ناموسه ثانيه جديده، واحده ثانيه جديده. وخلي بالك الناموس لما بيجي يشفط بيشفط بالدم وبيشفط بكل حاجه، وياخد الجاميتوسايت يبقى ماتشور. وبعد ما يبقى ماتشور يتحول يبقى زايجوت. مش هيتحول بقى، يعملوا فرتلايزيشن، والزايجوت عايز يتحرك فيبقى ويتحرك كده. كاينيت جاي من كاينيتك يعني. كاينيت. بعد ما يبقى كاينيت عايز يعمل سيست عشان يبدا يحول جوه نفسه كده، فيبقى سيست. مش سايت، سيست عشان يعمل كوره. خلي بالك من حاجه بقى، خلي بالك من حاجه بس دي ما تعرفهاش انت دي. الزايجوت واحده زايجوت 2 ان يتحول بقى كاينيت في الشكل بس 2 ان. اتحول ميتامورفوسيس، حصل هنا ميتامورفوسيس. بعد كده الاوكاينيت عمل مايوسيس، ده 2 ان هيبقى ايه؟ ان وان وان وان. هيدينا كام اوسيست؟ 4. ده نص البحر طبعا غلط، اوسيستايه واحده بس. هي سيست واحده، اوسيست ان اوسيست سيست واحده مش سيست. شفت حرف الاس ده مش موجود. طب ايه اللي هيحصل بقى ازاي يعني؟ قال لك ايه؟ ان وان وان 4 نيوكليس يعني. ايوه يا ريس. وكل واحده فيهم بقى من جوه، او كل واحده بقى جوه السيست دي هتبدا تعمل سبوروجيني لحد ما تدينا في الاخر ايه؟ سبوروزويتس تاني. وبعد كده البتاعه دي تفرقع والسبوروزويتس تخش الدم. فعملنا شيزوجني مرتين جوه الانسان، وعملنا سبوروجيني جوه الناموس. يبقى الفرق فين بقى؟ الفرق في الهوست، الفرق في صاحب البيت. مره صاحب البيت كان ناموسه هنا، ومرتين كان انسان. خلاص. يبقى الفرق فين؟ التو فورمز اوكير ان ذا سيم هوست. لا يا ريس، تو ديفرنت هوست، مره انسان ومره ناموسه. يعني ايه انفكتيف فيز؟ الانفكتيف فيز دي اللي بتعدي، اللي وصلت المرض، اللي وصل المرض للانسان سبوروزويت، مش وصله للاعراض. على فكره انا قلت 3 حاجات وما قلتش توكسنز. في توكسنز بتطلع، عرق ورعشه وحراره. الانفكتيف فيز يعني ايه؟ انفكتيف فيز يعني الحاجه اللي دخلت المرض للناموسه. اللي دخل المرض للناموسه كان ايه؟ دخل مرض للناموسه. ايوه الاماتشور. لما دخلت الاماتشور، اللي دخل مرض للانسان سبوروزويت. هو اللي دخل، هو اللي خلاص كده دخلنا ناموس، دخلنا بلازموديوم جوه الانسان، دخلنا ناموسه جوه الانسان، ناموسه بحالها يعني. ازاي؟ which of the following represent a structured protein؟ مين في دول structured protein؟ بروتين بيطلع من الهيلبر تي سيل في الهيومورال اميونيتي. في الهيومورال عشان يشغل البي سيل يعني كانت بتطلع انترلوكين، الو يلا يا بي اشتغل. فالبي تتحول تبقى ميموري كتير، او تحول تبقى سيلز كتير قوي، شويه يتخزنوا ونسميهم ميموري. خد بالك من ده بقوله، شويه يتخزنوا هم وهنسميهم ميموري، مش هيتخزنوا كميموري. انت تخيل، عايز تسال نفسك سؤال واجابته هتلاقيها في فيديو الاميونيتي، مراجعه الاميونيتي، الحته بتاعت البي سيل دي. اسال نفسك سؤال، هو يعني ايه ميموري بي سيل؟ يعني ايه ميموري اصلا؟ يعني ايه؟ الناس بقى مش عارفه، الناس اللي عارفه بقى خلاص كمل الفيديو عادي. يعني ايه ميموري بي سيل؟ يعني ايه ميموري؟ كلمه ميموري دي معناها ذاكره. يعني ايه ذاكره؟ يعني انا فاكر يعني المخ هو اللي فاكره، يعني الميكروب لو جالي مخي اللي هيشتغل يجيب سيره المخ في المناعه. يعني ايه ميموري بي سيل؟ فانا عايزك بقى تروح تعرف يعني ايه بقى ميموري بي سيل. تقول لي ايه؟ خلايا فاكراه. ايه يعني ايه فاكراه؟ طب ايه اللي لو هي فاكراه تشتغل بقى اسرع ازاي؟ تشتغل بانتي بوديز اكتر ازاي؟ فكر فيها كده. المهم يعني ده انترلوكين وده بيتكلم، فده ريجولاتوري بروتين بيستيميوليت ذا جلوكوز ترانسفير انسايد ذا سيل، ده انسولين، وده هرمون، وده برضه ريجولاتوري. بروتين كوزنج ذا بيوبيك سيمفيسيس ريلاكسيشن. بص لو قال لك ايه البروتين اللي عند البيوبيك سيمفيسيس، ده كارتليج. هو الكارتليج مش بروتين، هو كارتليج تيشو، يعني هو مش بروتين بس، هو تيشو كونكتيف تيشو. الارضيه بتاعته اغلبها بروتين، مش هو مش بروتين بس، يعني هو مش جاست بروتين مش جاست بروتين، ده حط فيهم كمان مش جاست بروتين، لا هو ارضيه كبيره قوي كده. فالبروتين كوزنج ذا بيوبيك سيمفيسيس ريلاكسيشن ده مين؟ لا اللي بيعمل ريلاكسيشن ده الريلاكسين. اقول لك بقى الريلاكسين بيطلع منين؟ ما تزعلش، كوربس ليوتيم. هنا الكوربس ليوتيم، ماليش دعوه اللي انت بتقوله بقى. الكوربس ليوتيم بيطلع ريلاكسين. شفت ما تعرفش المعلومه دي، مكتوبه في الكتاب العربي، يعني في الكتاب العربي جايبين الجسم الاصفر بيطلع ريلاكسين. بيطلع منين تاني؟ اندوميتريوم. ولو البيبي اتزرع الاندوميتريوم بتتحول تبقى اسمها بلاسنتا. اصل انت لو خدت بالك احنا مش بنقول اندوميتريوم في ست حامل، بنقول بلاسنتا. ليه؟ اصل خلاص ما هو الاندوميتريوم بتاعت الام، البيبي بيحط شويه خلايا من عنده كده، شويه صوابع كده من عنده اسمها كوريونيك فيلاي بتاعت الكوريون، مع بعض كده اسمها بلاسنتا. ادعي ان البلاسنتا الاندوميتريوم بتعمل بلاسنتا، مش كام حاجه واحده اصلا، ثم مع بعض كده ميكس مع بعض هنسميه بلاسنتا.
خلاص، فدي هتبقى مين الاخيره بقى؟ ابروتين. طبعا ده ريلاكسين، ده هرمون. ابروتين بروفايد، وده على فكره ده اول سكس هرمون. يعني ايه سكس هرمون؟ بيطلع منين؟ من الجونيدز، مش ستيرويدز، ده بروتين. ابروتين بروفايدنج سترينث تو كاتل هورنز، ده الكيراتين. قرون المواشي فيها كيراتين زي الضوافر وزي الحوافر. الكيراتين ده بروتين بيدي سترينث، ده ستراكشرال وموجود في الجلد. If the concentration of salt in the renal vein is lower than the concentration in the renal artery, which of the following hormone in this case؟ دلوقتي احنا عندنا هرمون بيخلي السولت concentration في الفين lower. طالما السولت concentration اقل يبقى ميه كتير. مين الهرمون بقى اللي بيزود الميه؟ اول ما يقول لي ميه هفكر في مين؟ في اي دي اتش على طول. في جاموسه بحر عملت اوفر سينك وقالت لك اي سي تي اتش، عشان اي سي تي اتش هيشتغل على الكورتكس يطلع الدوستيرون. طب ما الالدوستيرون بيسحب ملح ويرمي ملح، بيسحب صوديوم ويرمي بوتاسيوم، ولو سحب صوديوم هيزود الملح اصلا، فلما يزود الملح مش هيقلل الكونسنتريشن. بس تعالى بقى ايه؟ تعالى بقى نفهم بس ايه الفين والارتري والعبث ده. تعالى ماشي. بص يا استاذ الفاضل، دي الكليه. الكليه الجميله دي بيخش لها ايه؟ بيخش لها ارتري ويطلع منها فين، صح؟ فلما يخش لها ارتري هيخش لها ارتري فيه شويه ميه وفيه شويه ملح، ولما يطلع منها فين هيطلع فين فيه شويه ميه وفيه شويه ملح. ومين اللي جوه شغال؟ اللي جوه شغال هنا حاجه اسمها نفرون، وكل ما الحاجه تخش النفرون هتخرج خلاص. النفرون ده يبقى هو راح لليورين بقى على طول. فبالتالي طبعا الرسمه اللي رسمها دي رسمه فور الالستريشن يعني، بس مش لازمه نمشي عليها. تعالوا لك رسمه نمشي عليها. ده ايه يا ريس؟ ده كده كدني، واللي جوه ده بيكون نفرون، بيبقى شكله عامل كده، ويبقى عندنا ارتري جميل، ده فين، ارتري جميل داخل، وعندنا فين رائع خارج. ومين بقى اللي نازل تحت بقى كده؟ في حاجه نازله تحت كده، ده اليوريتر اللي رايح للمثانه اللي هي البلادر عشان تخزن فين اليورين ويطلع بره. فلو في حاجه، وفي الاخر اصلا النفرون ده متوصل باليوريتر كده، مش واحد بقى، كذا واحد عشان نقعد بقى نرسم كتير. فبالتالي الدم اللي هو داخل ده داخل بميه وملح كتير قوي، داخل يديها للنفرون عشان تفلترها. اللي هي عايزاها تاخده ترميه، واللي عايزه تاني للجسم هترجعه تاني يمين، اللي عايزه تاني للجسم هرجعه تاني للفين. فنرسم رسمه احلى من دي. ادي الفين اهو الجميل، وادي الارتري الجميل اهو، وادي النفرون، وادي النفرون. اعمل انا ايه بقى؟ لو انا شويه ميه برميها هنا، شويه صوديوم برميه هنا، شويه ملح برميه هنا. طب الصوديوم انا عايزه تاني هسحبه بالفين بقى، الميه عايزها تاني هسحبها بالفين بقى. مين بقى اللي بيسحب ميه يدخلها الفين تاني؟ الهرمون اللي اسمه اي دي اتش. ولما بيسحب ميه في الفين بيزود الميه في الفين، فبيقلل السولت كونسنتريشن وليس اماونت. فلما اي دي اتش بيشتغل بيزود الميه. طب الالدوستيرون لما بيشتغل بيعمل ايه؟ بيسحب صوديوم في الدم، والصوديوم اوتوماتيكلي بيجي مع شويه ميه على فكره. هو بيحب يسحب صوديوم ويرمي فين بقى؟ يرمي بوتاسيوم. فبيقول لك مين الهرمون اللي يشتغل عشان يقلل الكونسنتريشن يعني يسحب ميه؟ ال ADH. Which of the following is a secondary which of the following are the secondary oocytes released from the ovary؟ السكندري oocyte طلعت امتى؟ اول حاجه خالص ايه اللي حصل لها؟ هي كانت بنوته عادي عايشه بالايه؟ بالبرايمري oocytes، لسه عندها مثلا 10 سنين، كبرت وفجاه الاف اس اتش كبر، فكر يشتغل كده، الجنينه اشتغلت عنده. فالاف اس اتش هيشتغل على ايه؟ قال لك الاف اس اتش هيشتغل على الفوليكل الصغيره اللي هي الاماتشور فوليكل اللي جواها البرايمري اوسايت. هيشتغل على الفوليكل ويخلي الفوليكلز اكبر شويه، وهيخليها اسمها جرافيان فوليكل. حتى اسمه ايه؟ فوليكل ستيميوليتنج، فهو بيستيميوليت الفوليكل انها تبقى جرافيان، بيخلي الفوليكل تعمل مايتوسس. يعني الاف اس اتش هو اللي بيخليها تعمل مايتوسس، مش الجروس هرمون، هو اللي بيكبرها، بيخلي الفوليكل تعرف تطلع استروجين. فهي لما تطلع استروجين هيقول لها بقى ايه؟ هيبدا يطلع استروجين، وهيخلي البرايمري اوسايت تبقى سكندري اوسايت. والبرايمري لما اتحولت بقت سكندري عملنا حاجه اسمها مايوسيس 1. بعد كده السكندري موجوده جوه جرافيان فوليكل. يجي الهرمون بقى الثاني اللي اسمه ايه؟ ال اتش. ال اتش ده الهرمون الحرامي. هيعمل الحرامي هيجي اليوم ال 14 هيعمل ايه في الجرافيان فوليكل؟ فتحها، سرقها، حولها، فرقعها، سرقها، حولها. فرقع جرافيان فوليكل، سرق السكندري اوسايت، حول جرافيان لكوربس ليوتيم، كربوسه القموصه. كربوسه القموصه هيطلع ايه؟ بروجسترون واستروجين. فهو خرجها كسكندري اوسايت. يبقى in which of the following are the secondary oocyte released from the ovary؟ هي عملت مايوسيس 1، يبقى بعد مايوسيس 1 اهي
بعد مايوسيس 1 او قبل مايوسيس 2. بعد مايوسيس 1 دي لا، دي لا، دي لا، قبل مايوسيس 2. بعد 1 وقبل 2. Where do the receptors of the neurotransmitter in the muscle fiber exist؟ طب نشيل. دلوقتي الماسل فايبر بيجي لها امبلس منين؟ بيجي لها امبلس من النيورون. ادي النيورون الجميل هيبعت ايه بقى؟ كالسيوم هيخش هيفرقع الفاسيكل، هيطلع اسيتايل كولين او نور ادرينالين او ادرينالين، اي ريسبتور، اي سوري نيورو ترانسميتر. احنا عارفين في منهج اسيتايل كولين. اسيتايل كولين ده هيروح يمسك في العضله، يمسك فين في العضله؟ على السيل ممبرين. مستني هناك هيلاقي مين؟ هيلاقي ريسبتور على السيل ممبرين. والممبرين بنسميه باللاتيني لما، والممبرين ده بتاع المصل فبنقول عليه ايه؟ ساركوليما. فهو موجود على الساركوليما مش جوه البلازما، هو على الممبرين بس. فالريسبتور موجود على الممبرين فهو موجود على الساركوليما. ان ده سيتوسول. ايه السيتوسول ده؟ صح انت حاسس ان انت مش فاهم ايه السيتوسول ده؟ ايه سايتو يعني خليه، سول يعني سوليوشن، فده المحلول بتاع الخليه. سيتوسول محلول الخليه. طب وهنا ساركوبلازم، هو لا مش هو. اصل بص، السيتوبلازم ده هو البلازم كله. عباره عن ايه السيتوبلازم؟ عباره عن اورجانيلز اللي موجوده جوه ماسل فايبرل، ميتوكوندريا، نيوكليوس. لما يجي يسالك في الامتحان هو ليه عنده نيوكليوس كتير؟ عشان يعرف يصنع بروتين كتير. نيوكليوس دي ان ايه، ار ان ايه، بروتين. ليه عنده ميتوكوندريا كتير؟ عشان يطلع اي تي بي كتير. والنيوكليوس موجوده فين في الماسل فايبر؟ مزقوقه كده على السيل ممبرين. على فكره الفيديو ده هيبقى امتحان واحد بس، فيديو طويل قوي، ده طويل موت يعني. لا بجد انا قلت في الاول هيبقى امتحانين وبتاع، لا مستحيل. ده انا هاجي اقول في الفيديو في الاخر ولا امتحان واحد بس، مستحيل. انا اصلا حتى اعمل الثامب انها انها 2 13 و14، مستحيل طبعا. السيتوبلازم يا ريس ده اورجانيل، الاورجانيل ده وايه تاني؟ وسيتوسول، الميه بملح وشويه انزيم فاسمه سيتوسول. فطبعا هو مش السيتوسول، ساركوليما، ومش جوه النيوكليوس طبعا، لان اللي جوه النيوكليوس ده الدي ان ايه. ماشي. بيقول لك which of the following graph represent the receptor concentration receptors يعني انواع when the plant is exposed to an infection at point X. طبعا لو حصل انفكشن في البوينت اكس، الريسبتورز دي من نوع ايه؟ من نوع البايوكيميكال. طب هي موجوده قبل الانفكشن ولا مش موجوده؟ لا هي كانت موجوده قبل الانفكشن عادي، فهي بري اكزيستنج بايوكيميكال. وبعد ما بيحصل انفكشن هي موجوده قبل الانفكشن، وبعد ما يحصل انفكشن بتزيد شويه وتبدا ايه؟ يا اما تفضل ثابته يا اما تقل تاني. فهي كانت موجوده قبل الانفكشن، واول ما حصل انفكشن زادت، قلت تاني ماشي مش مشكله. بس هي ما كانتش موجوده خالص، لا هي موجوده وثابته برضو، لا هي زادت. هي كانت زيرو، مفيش حاجه كانت زيرو. فهي ما كانتش زيرو. اللي كان زيرو دي توكسيفاينج انزيم، كان زيرو وطلع وقل تاني، رجع للزيرو تاني. خلاص يبقى الاجابه بتاعتي لتر ايه. طب يعني ليه بنعمل كده في نفسنا؟ طب تعالى هنجي لك هناك اهو. Which of the following doesn't characterizes the synovial joint؟ مين في دول مش بيميز الساينوفيال جوينت؟ ايه الساينوفيال جوينت ده؟ ده كان عباره عن اكتر جوينت موجود في الجسم، وكان فلكسبل قوي، يبقى في عظمه كده وعظمه كده. العظمتين دول بيبقى في عليهم طبقه من الكارتليج الرقيقه جدا جدا جدا، طبقه كده رقيقه وطبقه كده رقيقه. فبيكون كل عظمه مغطيها حته كارتليج رقيقه، ديليكت كارتليج، مش تخينه، ديليكت رفيعه. وبعد كده بيكون عندنا ايه؟ حته ساينوفيال حته ممبرين كده اسمه ساينوفيال ممبرين، وممبرين اسمه ساينوفيال ممبرين. وجوه الساينوفيال ممبرين بنلاقي ساينوفيال فلويد مليان في الجوينت كده. حلو، ده الكومبوننت بتاع مين؟ ده الكومبوننت بتاع الساينوفيال جوينت. بيقول لك مين في دول مش بيميز الساينوفيال جوينتس؟ طيب تعالى نعرف. The synovial fluid fill the space among the articulating bones. هل الساينوفيال فلويد بيملى المكان حوالين الارتيكوليتنج بونز؟ ماشي صح. articulating يعني بيتحركوا. هل they have a synovial membrane؟ عندهم membrane that cover directly the surface of the هل هو بيكفر directly البون؟ لا يا باشا، في كارتليج. ده في الازرق ده اللي هو ايه؟ قلنا عليه delicate. هو ليه delicate كبرت قوي كده؟ delicate cartilage، delicate رقيقه. بيقول لك their movement is connected controlled by ligament. اي عظمتين بيتحركوا الموفمنت بتاعتهم controlled by ligament، فدي صح. ودي كمان كانت صح. They are present، ودي كانت غلط. They are present among most of the body bones. الساينوفيال اكتر جوينت موجود. فايه الوحيده اللي غلط؟ اللي هي الوحيده اللي doesn't هتبقى لتر بي. طبعا السؤال اللي بيبقى فيه doesn't او isn't او aren't نعمل صح 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 والغلط وبناخد الغلط. يعني مين في دول مش بتميز؟ هي دي مش بتميز، هي دي فعلا مش بتميز. عشان طبعا عشان ما حدش يقول لي دي غلط ازاي واخدها، يعني احنا في doesn't و isn't و aren't احنا اتعودنا بقى خلاص. If the number of free phosphate group in a DNA molecule is X. ماشي، DNA molecule ده يعني ايه؟ شريطين.
الشريط ده فيه فوسفيت هنا وفيه فوسفيت هنا وفيه او اتش في الاخر وفيه او اتش في الاخر. حلو. هنا دي ان مولكيول، لو قال لي الفوسفيت جروب الفري فوسفيت باكس اللي هم 2 يعني the number of free hydroxyl ما هم 2 برضه نفس الاكس. سؤال 27 from the opposite figure which of the following is not correct؟ مين في دول غلط يا ريس؟ سيبك من التشويسز دلوقتي، انا دلوقتي باصص على الرسمه اللي قدامي دي رسمه ايه؟ هنصنع بروتين. فالشريط اللي انا شايفه تحت ده الشريط بيبدا ب اي يو جي، فده الشريط بتاع الام ار ان اي. انا شايف مين موجود هناك. اول حاجه نجيب الشريط اللي اسمه ام ار ان اي، بنركب من تحت السمول ريبوسوم الاول، وبعد ما نركب السمول ريبوسوم بنبدا نعمل ايه؟ بنبدا نرفع الحروف لفوق. بعد كده مين بيجي الاول؟ التي ار ان اي اللي هو شايل الميثايونين ده بيجي الاول. بعد كده بيركب عليهم اللارج ريبوسومال سب يونت، وبعد ما بيركب عندنا بي سايت وبعد كده الاي سايت. بعد كده بيجي التي ار ان اي اللي شايل الثلاث حروف اللي بعديهم، ده سي يو جي بقى جي اي سي، هيجي يركبوا هنا مع اليوسين. واول ما اليوسين بتيجي بيعملوا بوند مع بعض اسمها ايه؟ اسمها بيبتايد بوند. طب البيبتايد بوند دي بتتكون ازاي؟ قال لك البيبتايد بوند دي بتتكون يعني بوليمرايزيشن، يعني بوليمر. بيبتايد بوند يا ريس خلي بالك عشان بس ما تكتبش بيبتايد بس، ان كلمه بيبتايد معناها امينو اسيد. بيبتايد بوند البوند اللي بتوين الامينو اسيد، البوند اللي بتوين الامينو اسيد، مالكش دعوه انت الحاجات اللي بتحصل دي. فانا لو عندي البوند دي عايز اكونها، مين الحربايه اللي بتوقع بين الناس؟ الووتر. الووتر جت وقعت ما بينهم، شلت ووتر رجعوا اصحاب وحبايب، فده هيحصل بينهم بيبتايد بوند. بيقول لك هنا which of the following is not correct؟ مين في دول غلط؟ اول حاجه دي هايدريشن. كلمه دي هايدريشن يعني شلت ميه، شلت هايدريشن. دي هايدريشن reaction occurs when site X is occupied by tRNA. اول لما X ده يجي عنده التي ار ان اي هيركبوا صح، دي جمله صحيحه. ميثايونين never enters into site X. عمر ما الميثايونين هيجي هنا عادي، ممكن يكون في شريط عليه اي يو جي بعد كده اي يو جي عادي، يعني ايه المشكله؟ عادي يعني لا غلط طبعا، نيفر. وانت بس في الامتحان بقى بتاع الانجليش خلي بالك عشان تنسى الحته دي. بعد لو دي حاجه هي وشي وات وبعد كده نيفر بتاخد اس عادي، عشان الناس بتنسى وبتقعد تنقص غلطات غبيه زي دي. رايبوسوم موفز دايركشن فروم 5 تو 3. قال الريبوسوم ماشيه من 5 ل 3؟ ماشيه من 5 ل 3 عادي، ماشيه من 5 لحد 3 عادي، واخرها عند الستوب كودون ما بتعديش الستوب. This process occurs in the cytoplasm. ايوه دي بتحصل في السيتوبلازم سواء بروكاريوت او ايوكاريوت، ما بتحصلش عمرها ما بتحصل في النيوكليوس، عمرها بتحصل في النيوكليوس، يبقى لتر بي. عمرها دي بيزد على المنهج، يعني انا بتكلم ايه كريكولم بيزد دلوقتي. In the opposite figure which of the following is not considered from the functional suitability of the shown flower؟ دي فلاور قدامي، دي ورده جميله عسوله اموره قدامي. الورده دي انا شايف انها ايه؟ ورده عندها الميل واقع كده، الدنيا باظت عليه خالص واكتئب الدنيا راحت خلاص بوظته خالص يعني. فهو الميل اللي نازل كده ده عشان البولينج جريند بتاعته تطير، فالبولينج جرينز بتاعته لما تيجي تطير تبقى لازم البولينج جرينز تكون ايه؟ بالويند بولينيتد، تكون خفيفه. يعني خفيفه لايت مش مضيئه، يعني لايت يعني خفيفه، هيفي عكس هيفي لايت. عند الاستجما بتاعت الفيميل طويله شويه ومليانه شعر، فيذري ينفع اقول الكلام ده؟ فيذري. بعد كده عندك البتاع اللي بعدها البيتلز والسيبلز شكلهم واحد ولونهم اخضر، جرين بيتلز. عندها ريسبتكل تحت كده وخلاص بقى مفيش حاجه تاني. يقول لك which of the following is not considered from the functional suitability of the shown flower؟ هو مش عايز يسال ايه اللي في الفلاور، لا هو بيسال ايه اللي انت شايفه ملوش دور دلوقتي. يعني الفلاور بالشكل ده ايه دورها؟ انها تعمل ويند بولينيشن. يعني الورده دي ممكن تستقبل اي بولينج جرين جاي بالرياح. يعني ده لو مثلا وقع والهواء طلعه تاني هيمسك في دي. بيكون خفيف فالبولينج جرينز بتاعته تكون خفيفه. بتكون مثلا الميل مدلدل كده واقع كده عشان البتاع تطير ما يبقاش داخل على قافل على بعضه كده. الاستجما لازم تكون فيذري عشان الشعر ده يمسك في اي بولينج جرين هيطير. الجرين سيبلز مالهاش دور، يعني هي جرين سيبل هيبقى دورها ايه؟ ولا حاجه. هتعمل ايه؟ لونها اخضر يعني هتراكت انسكت؟ لا مش تعمل بولينيشن يعني. بيقول لك ذا لارج سايز فيذري ستيجما، هي لارج سايز تنفع وفيذري تنفع وتنفع. ما استجماتا يعني جمع استجما يعني. لا جرين كولرد بيتلز، ما هو جرين كولرد ما صح؟ لا يا ريس مش صح ولا حاجه. هي بيقول لك فانكشنال ستابيليتي، يعني هي ليه جرين؟ عشان تادبت على حاجه ولا هي لونها جرين؟ هي لونها جرين ما تفيدنيش بحاجه يا ريس، مش هتفيدني بحاجه يعني. مش هي هعمل بيها فوتوسينثيز بس هي مش دورها، في حاجات ثانيه تعمل فوتوسينثيز والفلويم بقى يجيبها لها كده. مالي يعني مش دورها. The anthers that produce light pollen grain، ايوه المدلدل ده بيطلع light pollen grain. The stamens that are hanged downward، ما هو مدلدل ايوه hanged downward فعلا خلاص. فالحاجه الوحيده اللي مش considered هي البي.
يلا اللي بعده. which of the following is correct about the aphid insect ova. الايفيد انسكت الفيميل بتاعتها بتعمل حاجه من الاثنين. في موسم كده بتبقى خلاص طايقه الميل عادي وعايزه تتجوز وقت الامتحانات، كده الدنيا تبقى عايزين نتجوز، فتلاقي 2 ان بتنزل ان عايزين سريع عربي، ودي بتبقى ان برضه ويتحدوا مع بعض يدونا 2 ان. وساعات بقى لك والله العظيم الرجاله دول يعني خنقه احنا مش طايقينهم اصلا ولا شكلهم ولا ريحتهم ولا اي حاجه ومعهمش فلوس، فايه احنا سترونج اندبندنت يقعدوا مع بعض في حنه كده لوحدهم، ال2 ان تنزل اوفا 2 ان برضه وال2 ان تنزل ايه 2 ان، فهي فيميل تنزل اوفم 2 ان والاوفم 2 تقول لك انا سترونج اندبندنت اوفم لوحدي مش هيحتاجها لاي حد، ففي الاخر هتكبر لوحدها. فمره عملت مايتوسس ومره عملت مايوسس. ماشي يا ريس ماشي يا ريس. all of them are haploid. كلهم هبل؟ لا طبعا دول هبل، ده لا ما تنفعش. they are always بص اول ما تشوف always كده عينك تبرق وتبقى ايه مصحصح كده عشان ده تعرف انها صح ولا غلط. they are always produced by mitotic division. دي طلعت بالميتوتيك انما دي مايوتيك. ايوه بص اول ما تشوف always كده ما تقولش انها غلط على طول، ايه ده كده وتريص كده بص عليها كده شكلك فيها حاجه. زي ما بتشوف كده اونلي ولا ايه ده كده ما تقولش ان اونلي غلط على طول، اوعى تعمل كده اوعى. they always divide without fertilization. always تاني فاهم always تاني فاهدى كده وتريص. always divide without fertilization هنا بيحصل معاهم fertilization عادي مش الكلام ده. when they are fertilized لما بيحصل لهم fertilization ممكن يدونا ميل وفيميل، ما هو ده 2 ان وده سكشوال عادي مش اي سكشوال، انما ده اي سكشوال دايما فيميل، ده ممكن ميل فيميل ممكن ليه لا يعني، فدي صح. يعني ايه دي صح؟ يعني دي عليها غلط ودي غلط ودي غلط ودي غلط ودي صح عادي يعني. جيولوجيا ماشي. تعالى جيولوجيا تاني. The mineral that does not produce smooth surface. اللي بيعمل smooth surface على فكرة اللي بيعمل smooth surface هو كليفج. هو مش عايز كليفج. يعني ايه كليفج؟ تنفصل تدوس عليها كده تكسر بص تروح ضارب المعدن ينفصل يتقطع ما يتكسر يعني يديك حتة سموث هو اصلا السيرفيس بتاعه ويك حاجة ضعيفة مش قوية. when fractured or pressed اما اضغط عليها واكسرها بتبدا تديني ايه سموث سيرفيس. مين الحاجات اللي عندها كليفج؟ صوديوم كلورايد ده NaCl ده عنده كيوبيك كليفج بيدينا كيوبس. كالسيوم كربونات CaCO3 ده كالسايت بيدينا حاجه اسمها رومبوهيدرال هو ترايجونال على فكره. بلاك كربون السي ده جرافيت كان عنده بيزل كليفج. السيليكون دايوكسيد SiO2 ده الكوارتز او الشيرت عندهم كونكويدال فراكشر، يبقى ده كليفج وده كليفج وده كليفج. مين فيهم مش كليفج؟ دي يعني ده كليفج وده كليفج وده كليفج ده مش كليفج فده الغلط فناخد. The most abundant solid element in the earth crust. مين هم الابundant element in the earth crust؟ عندك مين الاليمنتس؟ اوسيال Fe كنكمج دول الموست abundant 8 elements. مين بقى فيهم السوليد؟ الاكسجين نون ميتال ده اول حاجه سوليد يبقى most abundant solid هو السيليكون. All of the following are examples for the structures that cause deformities in earth crust except. deformity يعني تشوه في شكل الارض، تشوه في الارض ذات في الكرست ذات نفسها. طالما تشوه في الارض يبقى secondary structure حاجات secondary structure حلو مش برايمري. البرايمري مش بيعملوا تشوهات، البرايمري ده اصلا نتيجه ترسيب اللي هو ايه جريدد بيدنج كروس بيدنج. جريدد بيدنج يعني ايه طبقه واحده فيها الزلط والرمل والطين فيها كل حاجه. كروس يعني طبقات ماشيه كده بعد كده طبقات ماشيه كده على حسب اتجاه الرياح بترسب ازاي. ماد كراكس الطين اتشقق عشان الميه اللي فيه طارت الميه فيه اتبخرت عادي يعني. فكل دي حاجات مش تشوهات في الارض في الصخور الارضيه، ده في الطين الحاجات اللي مترسبه ماشي عشان تبقى مركز معايا يعني البرايمري ستراكشرز البرايمري دول مش تشوهات انما السكندري هم اللي تشوهات. مين بقى اللي سكندري ستراكشرز؟ مين الكسر اللي بيحصل او الثانيه اللي بتحصل؟ فولد المتنيه فولت المكسوره جوينت. وجوينت هنا مش جوينت بتاع البيولوجي ده جوينت يعني فاصل ده يعني ايه حاجه اتشرخت ما اتحركتش هي اتشرخت بس، انما الفولد اتشرخت واتزقت فولد اتنت. فانت عندك الفولد دي كسر تشوه فولت ده تشوه الكراك ده تشوه، انما الكروس بيدنج اللي هو ايه طبقه ترسب كده بعد كده ترسب كده بعد كده ترسب كده بعد كده ترسب كده ده عادي. ده اسمه مش ديفورميتي اسمه برايمري ستراكشر عادي. الدي ان ايه وحلاوه الدي ان ايه وجمال الدي ان ايه. حاسس ان الدي ان ايه واقع معاك الدي ان ايه مش متظبط معاك كده في حته ريفيجن والله على حسب انت بتتفرج على الفيديو ده متاخر ولا بدري. لو بدري يبقى لسه بتتصور لك، لو متاخر ارجع شوفه بقى تلاقي البتاعه نزلت. حته ريفيجن مفيش تفصيله في الدي ان ايه يعني انت الفيديو لامم حاجات انت مش عارف اللي جوه خش شوف ادخل شوف.
سؤال 33 in the opposite figure which of the following strand represent the part of the leading strand. طبعا الليدنج هو مش البنفسجي، البنفسجي ده هو التمبلت. مين الليدنج؟ البرتقاني، يا اما اللي فوق يا اما اللي تحت، لا الجديد. بس اللي ليدنج اللي ماشي ورا الهيليكيز، ده ماشي ورا الهيليكيز فده ليدنج. استنى اكتب لون اسود عشان ايه الموف ده بقى معانا بالانتاج. ده الليدنج. طبعا هو اسمه ليدنج عشان ماشي ورا الهيليكيز، هو هنا من 5 ل 3. طيب هو هنا عندي ايه؟ اي جي تي سي تي تي اي تي تي. المهم يعني فانا عندي هنا ايه؟ ده 5 ده 3، يبقى هنا دي 3 ودي 5، وطالما دي 5 يبقى فوق ايه؟ فوق 3 صح؟ سوري هنا 5، طالما هي 3 يبقى فوق 5. فانا كده تقريبا كتبت الارقام. طب احنا عايزين بقى عايز ايه؟ عايز انهي حته على الليدنج ستراند؟ عايز الحته بتاعت الليدنج. طب يا عم سهل، مش ده حرف الايه؟ يبقى هنا حرف التي. ايوه. طب مش ده حرف التي؟ يبقى ده حرف الايه؟ ايوه. ويبقى هنا حرف التي عشان هنا كانت ايه وهنا تي صح؟ طب مش ده حرف الجي؟ ايوه. يبقى ده حرف الايه؟ السي صح كده. ومش ده ايه؟ ايوه. يبقى هنا سي، والسي يبقى هنا جي. طب هنا تي؟ يبقى الناحيه الثانيه ايه؟ وهنا ايه يبقى هنا تي. طب ما ده اي جي تي وما ده برضو اي جي تي، ما هي صح؟ مش هي يعني بص كده معايا، انا عندي هنا ايه؟ على الحته اللي عامله كده والحته اللي عامله كده، انا عندي هنا اي جي تي، هنا هلاقي مين؟ ال قصادها تي، والجي قصادها سي، والتي قصادها ايه. هلاقي فوقيها اللي هو الليدنج اللي ماشي كده، التي قصادها ايه، السي قصادها جي، الاي قصادها تي. طب ما هو يا ريس، ما هو يا ريس، ما هي بالظبط هي. طب ايه بقى الاختلاف؟ ايه بقى الفرق؟ ما هي يا استاذ الفاضل، هي كانت فكره في ايه؟ ان هنا دي 3 وهنا 5 صح؟ هنا 3 وهنا 5، فالثلاثه جنب اي جي تي، يعني 3 اي جي تي، 3 جنب الايه. ايوه. وماذا بعد؟ ايه اللي حصل؟ انت اتقمصت ولا ايه؟ لاني شغاله؟ طب ما حلو اهو. ايه اللي حصل يعني؟ فانا عندي هنا الثلاثه جنب الاي جي تي، هنا هلاقي مين؟ هنا 5 هنا 3، الثلاثه برضو جنبها اي جي تي، والخمسه هناك في الاخر اي تي تي. حلو. فانا عايز 3 اي جي تي، 3 اي جي تي، 3 اي جي تي، لا 3 اي جي تي، لا 3 اي اهي 3 اي جي تي وخمسه في الاخر اي تي تي. هي ده الحته في الليدنج وحته في اللاجنج ستراند. طب تعالى نحل السؤال ده بالراحه خالص كده. انا هكتب بس اول ايه، تعالى نكتبهم كلهم يا عم يلا. انا عندي هنا اي جي سي تي، استنى ما بحبش اكتب كده، اي جي تي شرط، بعد كده سي تي تي شرطه اي تي تي. حلو. وبعد كده قال لك ايه؟ تعالى نكتب الخمسه والثلاثه. مش ده الليدنج يبقى ده 5 وهنا 3، طالما هنا 5 يبقى هنا 3، وطالما هنا 3 يبقى هنا 5، وطالما هنا 5 يبقى هنا 3، وطالما هنا 3 يبقى هنا 5. جنب حرف الاي في 3، وجنب حرف التي، جنب حرف التي بيكون في 5. طيب ده ستراند. الستراند اللي قصاده بقى اللي هو البنفسجي اللي قصاده هنا حرف الاي، البنفسجي اللي قصاده برده هيبقى هنا في ايه؟ تي سي اي، بعد كده سي تي تي هيبقى جي اي اي، بعد كده اي تي تي هتبقى تي اي اي، والعكس هنا 3 هتبقى هنا 5، وهنا 5 هتبقى هنا 3. بص على اللي فوقيها بقى، الليدنج اللي ماشي فوقيها كده، هتبص على الليدنج اللي ماشي فوق هيبقى هنا 5، وهيبني في الاول هنا ايه؟ تي تي اي تي تي سي تي جي اي 3. خلاص؟ فانت هتمشي ازاي بقى؟ استنى بقى يا ريس كده. 3 اي جي تي، 3 اي جي تي، سي تي تي، سي تي تي، اي تي تي 5، اي تي تي 5 اهي. شفت؟ عملت لك بالطريقتين. وحاول بقى تشغل دماغك بعد كده لو سمحت. في حته في الدي ان ايه كده، في حته شارحها كده بقول لك عليها بالظبط فين، وهحط لك في الكومنت بتاع الدي ان ايه بقى لما الفيديو ينزل، هحط لك هناك. عايزك تبص على الحته دي ازاي بتحل اسئله الدي ان ايه بالدماغ، مش بالمجهود، بالدماغ بالفكر. In the opposite figure, what does letter B represent? letter B ده represent ايه؟ letter A الانتيجين ده دخل اول مره وقعد جوه جسم شويه، الجسم بيحاول يتعامل معاه بالفيرست لاين والسكند لاين، وبعد كده لما البي سيل عرفته والماكروفيج طلعنا انتي بوديز، وبعد كده الليمفوكاينز اللي طلعت من تي سبريسر هدت الدنيا، بعد كده الميكروب ده دخل، نفس الميكروب دخل تاني ودخل معاه ميكروب جديد، اكن اديت حقنه فيها اتنين فاكسين مثلا، ففي ميكروب وميكروب، فاكن يا اما ميكروب جديد دخل لاول مره او الميكروب القديم دخل تاني. هل ده beginning of cytotoxic T cell activity؟ beginning لا مش بدايتها، لا لما نبص كده عليها دي الميموري بقى اللي بدات تشتغل، الميموري اللي بدات تعرف الميكروب تاني فين، او انت عندك البي سيل بس هنا عند بي بالذات، او هنبدا بقى نشغل الايه؟ هنبدا نتعرف على الميكروب ونبدا هنشغل الثيرد لاين الجديد. beginning of increasing الليمفوكاينز، الليمفوكاينز دي اللي بتهدي، اللي بتهدي ده بتهدي يا اما من هنا يا اما من هنا عشان بدا ينزل.
The moment of recognizing a new antigen، نقطة إن في أنتيجين جديد دخل، النقطة دي إن في أنتيجين جديد هيدخل والماكروفيج بلعته وراحت راحت للتي سيل أو التي هيلبر بالذات، وفي بي سيل برضه عرفته ورايحة برضه التي هيلبر جاية تأكتفها. فممكن بي سيل ديفيجن افتر ريكوجنايزنج الانتيجين فور ذا فيرست تايم، البي سيل لما بتيجي تعمل ديفيجن هتطلع انتي بوديز على طول، انتي بس طلع بعد وقت شويه، فاكيد يعني السي احلى شويه، سي اوقع. The opposite graph show the glucose level in the blood for a diabetic person. Diabetic person يعني ايه diabetic؟ يعني هو عنده سكر. كان عندنا نوعين من السكر، عندنا حاجه اسمها دي ام diabetes mellitus، وعندنا حاجه ثانيه اسمها دي اي diabetic insipidus. diabetes insipidus اللي هو insipidus ده اللي هو كاذب، اللي هو الاي دي اتش اللي بايظ فبتخرج ميه كتير فالناس بتوسوس كده تحس ان عندها عندها سكر. الدي ام ده اللي هو الدايابيتس عندي نوع اولاني ونوع تاني. النوع الاولاني ده ان الانسولين ما بيطلعش اصلا، النوع التاني ده الانسولين بيطلع بس مش شغال. فيجي يقول لك واحد عنده سكر حقناه بانسولين، انسولين بيعمل ايه؟ بيقلل السكر في الدم. اي هرمون هيأثر على السكر هيعلي السكر ما عدا الانسولين. جروث هرمون بيعلي السكر، انت ما هتعرفش، انت ما خدت، بيعلي السكر. الكورتيزول بيعلي السكر. لو قلت لك يا عم الدوستيرون، مع انه ما بيعملش حاجه على السكر بس قلت لك الدوستيرون بيعلي السكر، ما بيعملش بس هقول لك اي حاجه غير الانسولين بتعمل ايه؟ بتعلي السكر. يعني مين الوحيد اللي بيقلل السكر؟ اونلي هو انسولين. حلو. فالانسولين بيقلل السكر ازاي؟ هو بيقلله في الدم وبيزوده جوه السيل، هو بياخده من الدم يدخله جوه السيل، بس الحاجه يا اما في الدم يا اما في السيل. فهو كان هنا في الدم وبدا يقل عند فالنقطه اللي اتحقن فيها انسولين هي وبدا يقل. لتر سي الجلوكاجون هو اللي زاد عشان يطلع الجلوكوز للنورمال تاني. يبقى In the opposite figure, what is the reason for the germination of pollen grain 2 and non-germination of pollen grain number 1? Number 2 حصل لها germination وبدأت تنزل اهي، pollen 1 ما حصلهاش germination. ليه ما حصلهاش germination؟ يا اما حاجه من الاثنين، يا اما هي اصلا بايظه، يا اما هي مش نفس السبيشيز. يعني دي مثلا برتقال وده تفاح ما ينفعش، او مثلا ده تفاح ودي طماطم ما ينفعش. The humidity of structure X is provided in the position of the pollen grain number 2 only. يعني البوزيشن نمبر 2 دي خدت الرطوبه ونمبر 1 ما فيهاش رطوبه على سن الميه اتزحلقت، يعني ده هبل، مش حاجه اسمها كده. هي الاستجما دي مش مشعره، ما عندهاش شعر، فالاستجما دي بتكون ملزقه فبيكون عليها ستيكي سوليوشن. ستيكي سوليوشن مش هيقع يعني، فده اكيد عبث يعني. بس يعني هسيبها عشان لو هي النص دي معناها اللي هو طب نشوف الباقي عشان شكلها هي جمله غلط قوي بس نخليها يعني. The maturity of pollen 2 and the immaturity of pollen 1. يعني pollen 2 حصل لها maturity فعملت pollination، pollen 1 ما عملتش. لا يا ريس بص كده على حاجه، خلي بالك من حاجه بس. الكفر هنا لونه اسود والكفر هنا لونه اسود والكفر لونه اسود وهنا اسود وهنا ابيض، فالابيض ده شكله غريب، شكله حاجه مش تبعي. انت شايفني؟ مش عارف. الابيض انت شايف الابيض اصلا؟ والله مش عارف انت شايفه ولا لا، بس في بتاع بيضه هناك يعني انت بص في الكتاب بقى. فالابيض ده شكله غريب، ده مش تبعي يا ريس، ده مش تبعي، ده شكله غريب. لكن دي عملت بولينيشن عادي. ولو هو كان بيتكلم على الويت سيرفيس اللي فوق كده دي غلط خالص، دي معفنه، لان هنا بص دي عملت جيرمينيشن، فدي فيها ويت ودي فيها ويت عادي مفيش حاجه. اللي بعدها the maturity of pollen grain number 2 حصل لها maturity 1. لا، ما هي لو 1 جت وقعدت ممكن يحصل لها ميتوسس ويحصل لها ماتيوريتي بعد كده تطلع عادي، لو هي اتاخرت يعني في النمو بس هي ما عملتش اصلا جيرمينيشن، يبقى هي مش نفس السبيشيز. The presence of tube nucleus in number in 2 and the absence in number 1. في اللي بيحصل؟ دعيتوا عليا ولا ايه؟ عشان لسه طويله؟ ماشي يا عم. نمبر 2 بقول لك ادعي لي مش تدعي عليا. نمبر 2 نمبر 2 ما فيها، ممكن فيها نيوكليس عادي. نمبر 1 ما فيهاش تيوب نيوكليس، ممكن ليه لا. and its absence in pollen grain number 1 عادي يا ريس. pollen grain number 2 is from the same species of the plant while pollen grain number 1 is from different species. هي دي برضو صح يعني، بس انا شايفه ان احنا عندنا دي كمان ما فيهاش مشاكل. the presence of tube nucleus ما فيهاش مشاكل وده pollen grain is from the same species ما فيهاش مشاكل. بس هي المشكله في ايه يعني، عشان برضو دي معلومه ليك تعرفها، ان البولين جرين كده البولين جرين بتطلع جنريتيف وتيوب، بتطلع الاثنين. خلي بس كده جنريتيف وتيوب بتطلع الاثنين. هو بتطلع الاثنين بعد كده تحط الكود، هي بتطلع الاثنين بعد كده بتحط الكود بعد كده بتطلع، فهي بتعمل ميتوسس. ولو عملتش ميتوسس وطلعتش الكود والكلام ده كله فهي اماتشور ومش هتطلع ومش هتروح، يعني مش هتبقى واقفه هناك، مش هيبقى عليها الكود، مش هتبقى كبيره، فاهم؟ فهي لما توصل لهناك هي في الاغلب بنسبه كبيره هيبقى فيها تيوب نيوكليوس، بس يعني فاهم يعني هي ما فيش حاجه تمنع ان دي غلط. يعني presence of tube nucleus، انا ما دخلتش جوه النيوكليوس وشايف، يعني انا مش شايف حاجه جوه، انا مش شايف اصلا،
فالاولى لو انا مش شايف اصلا حاجه جوه فالاولى ان انا اخدها. بس انت تخيل ان دي كوره يا ريس، دي كوره انت ما بتشوفش ايه اللي جواها. يعني انا جبت لك مثلا شنطه انت مش شايف ايه اللي جواها فهي كوره، فانا ما اقدرش احدد دي. يعني اصلا اغلب الناس ممكن تاخدها سي، بس هي مش وحشه يعني، مش غلط. the presence of a tube nucleus in pollen 2 ففيها تيوب فعملت جيرمينيشن، دي صح. بس انا همشي مع دي لسبب اللون. انت لو عارفني هتبقى عارف ان انا مش بليس للموديل. يعني في سؤال انا حله عكس الموديل، انا ما اعرفش خدت بالك ولا لا، بس انا ما بحبش الحاجات دي. بس انا بقول لك انا لو مكانك في ثانويه عامه، بص يا ريس، احنا لما كنا في ثانويه عامه بنحل ازاي؟ او انت لما تبقى في ثانويه عامه بتحل ازاي؟ بتبص لاكتر اجابه ينفع تبقى صح مع الموديل بقى، عكس الموديل، بالمنطق مش بالمنطق، تدور على اي حاجه. فانا لو في الامتحان وشايف سي ودي، انا عيني هتروح للرسمه، ولما تروح للرسمه هتلاقي حاجات لونها اسود وواحده لونها ابيض، فاللي لونها ابيض دي غالبا سبيشيز ثانيه. ففكره التيوب نيوكليس انا ما اعرفش، يعني هي جمله صحيحه ممكن تكون موجوده، انا ما اقدرش، يعني هنا انا ما اقدرش، ده احتمال. اما هنا انا شايف ان ده شكل وده شكل. طب انا في الامتحان اعرف منين؟ انت بتفكر، وانا وسعت لك مدارك مخك بالفكره اللي طلعتها لك دي. ماشي يا ريس؟ يعني انا كان ممكن اقول لك ايه البريسنس اكيد دي غلط، لا ما فيش غلط، هي صح يا ريس، صح عادي مفيش مشكله، بس انا ما اقدرش اعرف، يعني انا ما اقدرش اعرف. هي ممكن ما اعملش جيرمينيشن ما فيهاش تيوب، بس طبعا كده كده مفيش واحده هتطلع من غير تيوب، ده واحد. رقم اثنين، حتى لو طلعت بتيوب طلعت من غير طلعت بتيوب راحت هناك، انا ما اقدرش اشوف لانها كوره. فحتى بص ايه دي ما عملتش، استنى دي بص عامله ازاي؟ كره سوداء اهي، انا مش شايف ايه اللي جواها. على فكره دي فيها تيوب نيوكليس عادي، بس انا مش شايف ايه اللي جواها. واللي هناك برضو فيها تيوب نيوكليس. طب دي لسه ما عملتش جيرميت، لسه ما عملتش، لسه هتعمل. دي لسه هتعمل، لو خدت بالك هتلاقي في ايه؟ دي عملت ودي عملت ودي لسه هتعمل ودي لسه هتعمل. طب اشمعنى دي لسه مش هتعمل؟ هو قال انها ما عملتش خلاص، هو قال انها ما فيش خالص. اوكي فانا مع تشويس دي الصراحه، عشان دي شكلها مختلف ودي شكلها مختلف. حاول تمشي مع الشكل شويه. يعني مثلا رسمه زي دي انا شايف ايه؟ خليه النيوكليس بتاعتها كذا لوب، فايه الخلايا اللي شكلها كذا لوب؟ دي نيوتروفيل. عرفتها منين؟ من الشكل. انا مش عارف ايه دي، بس انا عرفتها من الشكل، وعرفت انها عاديه من الوول اوف بلاد كابيلاري. وانا كنا شرحنا الوول اوف بلاد كابيلاري معمول من حاجه اسمها اندوثيليوم. طب مين اللي بيقول لهم ايه اندوثيليوم؟ مين بيقول لهم تعالي كده؟ انا عندي مادتين بيعملوا كده، ماده اسمها هيستامين تطلع من الماست سيل والبيزوفيل، وماده ثانيه اسمها كيموكاين تقول لها تعالي. فلو لقيت دي هتناديها، لقيت دي هتلاقيها. فانا عندي الهستامين تمام. الليمفاتيك توكسين بيطلع من تي سايتوتوكسيك، وده بيشتغل على النيوكليس، بيشغل جين جوه النيوكليس. ليمفوكاينز دي بتطلع من تي سبريسور وبتهدي البلازما بي وبتهدي التي سايتوتوكسيك. بيرفرين بيطلع من الان كي، مش السيل ذات نفسها، ومش هي اللي بتنادي، تطلع من ان كي. بيرفرين بيخرم. مين اللي بينادي؟ يا اما الهستامين يا اما الكيموكاين. تعالى اللي بعده 38. جيولوجيا برضه، اسئله الجيولوجيا كتير، فحاول تركز على البتاعه دي. يعني the opposite vertical section present a fold composed of layers labeled A B C. حلو، انا عندي ليه فولد انتيكلاين ولا سينكلاين؟ دي الفولد بتاعتي نازله لتحت، سينك مع الارض، نازله مع تحت، فنقول عليها ايه؟ سينكلاين. السينكلاين دي بتكون ايه؟ طبقه وطبقه وطبقه. اخر واحده دي القديمه خالص، سي دي القديمه، بعد كده بي الاحدث منها شويه، ايه احدث واحده. بعد كده اللي حصل ضغطنا عليها كده لحد ما اتنت لتحت، اتنت لتحت كده، فتلاقي الطبقات دي اتنت لتحت، فتلاقي ايه؟ دي احدث واحده، عشان لو اتفردت هتطلع لفوق تاني. دي احدث واحده، دي الاقدم، دي اقدم واحده خالص. اقدم واحده خالص يعني اكتر سنين يعني، فتلاقي دي مثلا ايه؟ هو ارقام هي 400 و200، دي مثلا 400، دي 300، دي 200. يبقى رقم سي دي اكتر رقم يعني، فالسي دي 300 200 لا 200 300 لا برضو 400 سي، ايوه 300 200 ممكن، دي حلوه دي جميله. 350 ايه؟ 250 لا مش 250 يعني لو دي 350 يبقى دي مثلا ممكن تبقى 450، دي مثلا تبقى 550، انا ممكن اخدها عادي. ماشي؟ يعني سي اقدم واحده، طول ما هي اقدم تاخد ارقام اكبر. يعني واحد عنده 65 سنه واحد عنده 25 سنه، 65 ده اكبر يعني. 39 ده opposite figure illustrate the relationship between the temperature and the pressure. بص عشان الجراف ده جراف رخم ومش مفهوم، وانت عينك ما خدتش على الرسمه دي، فانا عايز اخلي عينك تاخد على الرسمه دي. تاخد عليها ازاي بقى؟ تبص هنا على الاكس اكسس هتلاقي temperature، فانا كل ما امشي كده كل ما التمبريتشر هتزيد. يعني هنا اكس، هنا واي، هنا زد عندها اكبر temperature. حلو. طب هنا بقى على الواي اكسس لقيت ايه؟ لقيت بريشر. ايه اللي على البريشر ده؟ رقم. كل ما اطلع لفوق الرقم ايه؟ بيبدا يقل، انزل لتحت الرقم بيزيد. لقيت هناك رقم اسمه دبث، عمق، فكل ما انزل لتحت العمق بيزيد. فمثلا انا عندي ايه دي موجوده فين؟ موجوده هنا دي يعني الحراره بتاعتها من 100 ل 200 والضغط بتاعها من 2 ل 4. لقيت هنا مين؟ من 200 لحد 600.
سي وبي، سي وبي من 200 لحد 600 الحراره بتاعتهم، بي موجوده فوق، سي موجوده تحت، بي عندها الضغط كذا، سي عندها الضغط 8 وهكذا يعني. فهو بيقول ايه what is the letter that represent the suitable condition for the formation of gneiss. ايه النيس ده؟ صخره زي صخره اسمها جرانيت او مايكرو جرانيت، ضغطنا عليها واديناها حراره الاثنين اتحولت بقت نيس. ضغطنا عليها واديناها حراره الاثنين، وخلي بالك حراره مش تسيح، حراره تحرقها. هنا حراره بس الضغط هنا قليل، هنا اديتها حراره اكتر وعملتها ميتامورفيك، ايوه دي ميتامورفيك متحوله ونازله تحت فالضغط عليها عالي، فاديتها حراره وضغط، فالسي دي احسن اختيار. دي بقى دي حاجه ساحت، دي كده اصلا مفيش صخره هنا، ده ساحه، ده مجمع، ده يا ريس ده مجمع يا ريس، مفيش صخره هنا. هو ما فيش صخره، بس لو احنا استنى بس عشان تبقى عارف، هو قال هنا فورميشن اوف ماجما، بس في صخور ممكن تتكون عند حراره كام؟ من 900 لحد 1000. في صخور بتتكون هنا؟ في صخور مش انت عارف ان في تفاعل بوين في حاجات بتتجمد عند 1100 1200؟ فطالما اللي يجمد عند 1200 هيجمد عند 1100، هيجمد عند ايه؟ هيجمد عند الحته دي اللي هي من 900 ل 1000، اللي هي الصخور الانترميديت. عندك ايه؟ اندي اندي جاب عربيه داي ومايكرو داي، جاب انديزايت اللي هو فوق، دايرايت تحت، مايكرو داي في النص. انديزايت كان فوق يبقى اكستروسيف، بعد كده ننزل تحت خالص اللي هي دايرايت، تحت خالص بلوتونيك، مين في النص اللي هو مايكرو داي. فدي ممكن تبقى حاجه من دول. مين سي اللي تحت خالص؟ دي النيس. مين بي اللي فوق؟ صخره متحوله والضغط عليها قليل، يعني ممكن تكون لايم ستون ضغطناها بس ما ضغطناش اصلا، دي مفيش ضغط خالص، دي حراره حرقناها بس، اللي هي بقى ايه؟ حرقت بس. ولايم ستون ماربل او ساند ستون وضغط او حراره بس يبقى كوارتزايت. اوكي، فانا ودي ايه بقى؟ ايه دي؟ ما خدتش حراره خالص. بص حراره من 100 ل 200 والضغط عليها يعني من 200 ل 4، ممكن نتعامل معاها انها الشيل اللي هو هيبقى السليت. الشيل اللي هيتحرق يبقى سليت، بس طبعا السليت دي مش احسن حاجه لان بيبقى داخل ضغط تحت شويه كمان. بص يبقى الاجابه سي يعني من الاخر. سؤال 40 the opposite figure illustrate a part of tRNA molecule of 4 glycine amino acid. Which of the following represent the sequence of nitrogenous base on the DNA strand from which the codon of amino acid is transcribed. بص يا ريس، انا عندي الدي ان ايه شريطين صح؟ في شريط بيتنسخ وشريط لا. الشريط اللي بيتنسخ ده بنسميه رقم 1، الشريط اللي عكسه بنسميه رقم 2. تعالى الحته دي عايز اشرحها بطريقه احلى من هنا بكتير. اكس اطلع يلا بس ياض ما تطلع كده يا عم، ما تبقاش غلس يا دي النيله اهو. بص يا ريس دلوقتي انا عندي هنا ايه؟ ده شريط دي ان ايه، ده شريط دي ان ايه، وده شريط دي ان ايه تاني اللي قصاده بالظبط. ده شريط دي ان ايه بنقول عليه ايه؟ اللي مش منسوخ، بنقول عليه الانترانسكرايبد. والشريط اللي تحتيه اقول عليه التمبلت اللي هو ايه؟ اللي هيتنسخ. احنا هننسخ التمبلت صح؟ هنسخ منه ايه؟ هنسخ منه ام ار ان ايه، والام ار ان ايه هجيب له قصاده مين؟ انتي كودون صح كده؟ طيب لو انا عندي هنا حرف السي، بص في الحته دي، هنا عندي حرف السي، هيبقى هنا عندي حرف الجي، هيبقى هنا عندي حرف السي، هيبقى هنا عندي حرف الجي. لو انا هنا عندي حرف مثلا يا عم الجي، هيبقى هنا عندي حرف السي، هيبقى هنا عندي حرف الجي، هيبقى هنا عندي حرف السي. هنا عندي حرف الاي، هيبقى هنا عندي حرف التي، هيبقى هنا عندي حرف الاي، هيبقى هنا عندي حرف اليو. ملاحظ حاجه؟ ملاحظ ايه بقى؟ ملاحظ ان الاي جي سي هي الاي جي سي، فالانترانسكرايبد هو ايه؟ الام ار ان اي. فالانترانسكرايبد هو الام ار ان اي. وملاحظ حاجه؟ التمبلت هو التي ار ان اي، الفرق ان التي بقت ايه؟ بقت يو، ودي 2 ودي 2. فانا عندي 1 2 1 2، يبقى انا كده عندي الانترانسكرايبد زي الام والتمبلت زي التي ار ان اي. فالسؤال بتاعي كان مديني تي ار ان اي هناك في الاخر، هيبقى شبه مين؟ شبه التمبلت بالظبط. التي ار ان اي شبه التمبلت. تعال نرجع كده ونشوف راحت فين يا ريس اهي. فهو كان مديني هناك تي ار ان اي سي اي، وبيسال على الدي ان اي اللي هنعمله نجيب منه ترانسكريبشن اللي هو التمبلت يعني. فهو هيبقى بالظبط برده سي اي برده، هي بالظبط. انما لو كان بيسال على ان ترانسكرايبد هيبقى الثانيه جي تي. Which of the following agrees with that the DNA consists of two strands؟ بص السؤال ده محتاج انك تقراه عدل، يعني هو بيقول لك مين في دول مش الدي ان اي، مش جمله صح على الدي ان اي، لا هو مين في دول بيثبت ان الدي ان اي دبل ستراند، او يعني لو موجود يعرفنا ان الدي ان اي دبل ستراند.
هل الشوجر فوسفيت باك بون از اسيمتريك؟ ايوه الشوجر فوسفيت باك بون اسيمتريك. يعني ايه اسيمتريك؟ يعني ايه اسيمتريك؟ يعني هو نصين مش قد بعض بالظبط. ازاي يعني؟ سكر فوسفيت سكر فوسفيت سكر فوسفيت سكر فوسفيت، طب ما هو زي بعض. هنا الفوسفيت بتنتهي عند الخمسه وهنا بتنتهي عند الثلاثه. لو جيت طبقتهم على بعض، كلمه سيمتريك دي معناها ايه؟ لو حاجه طبقتها على بعض هتقفل بالظبط التنتوفه الشعرايه كده، دي سيمتريك. هنا لما اطبقهم على بعض هيبقى هنا خمسه وهنا ثلاثه مش قد بعض، في حته فوسفيت وحته او اتش، فهم اسيمتريك. بس هي الجمله دي هل تثبت لي ان هم دبل ستراند؟ لا مش دبل ستراند. يعني هي جمله كجمله صحيحه بس انا مش هختارها. هل presence of hydrogen bond among all the opposite nucleotide؟ هم opposite يعني اتنين قصاد بعض مش جنب بعض، فسنس ان هم قصاد بعض يبقى كده في اتنين هم قصاد بعض. هو على فكره ممكن يكونوا قصاد بعض كده كده وممكن قصاد بعض كده. طب ممكن يكون اربعه، ممكن يكون واحد اتنين تلاته اربعه، يعني برضو جمله مش احسن حاجه فانا هديها نص. بس ما فيش حاجه اسمها كده 1 2 3 4 يعني مش هيحصل كده يعني. The presence of molecule in shape of helix، تقول لي ده هيليكس، اقول لك يا مصطلح اسمها دبل هيليكس. دبل هيليكس دبل هيليكس غلط. يعني هي اصلا الجمله غلط وانا مش عايزها اصلا، هي غلط. The presence of covalent bond، هم ماسكين جنب بعض بكوفالنت، سكر فوسفيت سكر فوسفيت سكر فوسفيت كوفالنت بوند. ايوه طب وبعدين ما ممكن يبقى شريط واحد بس طويل. فاحسن واحده فيهم هي لتر بي، يعني هي بتثبت ان دي ايه؟ دبل ستراند. 42 الرسمه اللي قدامك الرسمه الجميله دي، the opposite figure x y و z represent transverse section in a myofibril. myofibril دي اللي هي ايه؟ احنا المفروض عندنا في الماسلز بتاعتنا، ادي الماسل اهي الجميله اهي، الماسل دي اسمها ماسل سيل. الماسل سيل اللي هي الخليه بيبقى فيها اورجانيلز، اورجان زي الميتوكوندريا والحاجات دي كلها. في من ضمن الاورجانيلز المايوفايبريل. المايوفايبريل الجميله دي رحنا واخدينها واخدنا واحده وقطعناها، لقينا حته فيها اكتين بس، حته فيها مايوسين بس، حته فيها اكتين ومايوسين. اهي حته فيها اكتين بس فدي الاي باند، حته فيها مايوسين بس فدي الاتش زون، حته فيها اكتين ومايوسين والترانسفيرس لينك طالعه اهي. بص اللي في النص دي ايه؟ المايوسين عشان تخينه، والنقط دي اللي هي الاكتين والترانسفيرس لينك طالعه، فدي مين؟ الاي باند. والاي باند وقت ايه؟ ترانسفيرس لينك طلعت يبقى في كالسيوم هنا، يعني في كونتراكشن. فيقول لك which of the following is correct about the section you observe. هتشوفها لما المصل تعمل كونتراكشن. في الساركومير لما المصل كانت بتعمل كونتراكشن ايه اللي كان بيختفي؟ الاتش زون كانت بتختفي، الاتش زون كانت بتختفي والاي باند بتفضل موجوده، لكن الاي باند ما كانتش بتتحرك خالص. فالاي باند هتفضل موجوده عادي هشوفها اللي هي اكس، والواي هتفضل موجوده هشوفها، زد هتختفي. هو طبعا ما قالش كومبليت كونتراكشن بس انا هعتمد ان هو كومبليت كونتراكشن لان هو ما قالش ما فيش في تشويس اكس واي وزد، مش اكس واي وزد. طب ليه ما قلتش اكس مثلا وزد بس؟ علشان واي بتفضل موجوده. لو انت خدت اكس وزد يبقى انت كده انكرت واي. مفيش في حاله كونديشن وحيد، مفيش كونديشن وحيد ان واي تختفي، هو اللي في كونديشن ان زد تختفي، فخلاص انا هستغنى عن زد. بس هو ما قالش كومبليت كونتراكشن، وقال لك ا هورس ديورنج ريس عادي، ما احنا بنيجي نجري مش بنشد رجلنا قوي، ده احنا ندي نص جاريه كده عشان نطير. بس طبعا زي برضو السؤال اللي فوق اللي كان ناقصه كلمه يعني، بس قشطه يعني كده كده ايه دي صح يعني، زد دي مش غلط بس هو المفروض يكتب كومبليت، ما قالش كومبليت عادي. انا واي معايا احسن، واي اكس وواي احسن طبعا بكتير. ايه اللي بعده؟ 43 The opposite figure represent one of the methods for reproduction of a sterile animal. اسمها ايه بقى العمليه دي؟ كلونينج. بالستار ريبرودكشن بنعمل ايه بقى؟ بيكون عندنا ده اسمه لايجون، ده اسمه لايجون. ايه اللايجر؟ ايه اللايجر ده؟ لاين وتايجر اسمه لايجر. اللايجر ده بيبقى لاين وتايجر. بص يا استاذ، انت شايف قدامي هنا دي ليوبرد، فيميل لاين، فيميل لاين، فيميل لاين، ماشي براحتك بقى يا ريس نزلت اوفم وده انسان غريب، سوري ده كائن غريب اسمه لايجر. اللايجر الجميل ده خدنا منه سوماتيك سيل ان ولا 2 ان؟ 2 ان. ال 2 ان دي خدنا النيوكليس بتاعتها، خدنا النيوكليس بتاعتها اهي اهي لونها احمر اهي، خدنا النيوكليس بتاعتها وخلاها 2 ان فيها كل الصفات بتاعته. كان ده اسمه لايجر. عرفت ان هو لايجر هو راس اسد وجسم نمر، جسم شكله غريب، وبلس كمان هو قايل ان هو سترايل هنا، سترايل انيمال. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى انت تبقى عارف برضو اللايجر ده عقيم، تبقى عارف ان احنا ممكن نعمل منه ايه. هو بيعملش، هو بيخلفش، احنا ممكن نخليه يخلف ازاي؟ ناخد منه النيوكليس نحطها جوه اوفم، والاوفم دي ندخلها جوه الفيميل وتكبر تاني. فكده عملت ايه؟ كلوننج، استنسخت منه كتير زي النعجه دول كده. بعد كده عندك ايه؟ الفيميل لاين اخدنا منها الاوفم وشلنا منها النيوكليس بتاعتها، فبقى عندنا اوفم بس. رحت واخد النيوكليس الحمراء دي دخلتها هنا كده
ففيها كل الصفات بتاعت مين؟ اللايجر ده. بعد كده خدنا السوماتيك سيل دي دخلناها جوه الفيميل لاين تاني، عملنا لها امبلانتيشن وكبرت جوه، ولما كبرت طلعت لنا مولود، ولدت يعني. ولدت مين؟ ولدت لايجر جديد، بس المره دي اللايجر ده 100% زي واي، 100% زي واي، عشان النيوكليوس بتاعت واي. بيقول لك ذا انديفيدوال ال كاري ذا تريت اوف مين؟ واي بس. انا خلي بالك في الحته بتاعت الكلوننج انا بتراك النيوكليوس، يعني يقول لك ايه؟ انا جبنا فار اكس، خدنا اوفن من زد، وخدنا مش عارف ايه وحقناه في مين، بس النيوكليوس بتاعت واي، خلاص هو واي، يبقى الصفات بتاعت واي. ماشي. اما يسالك بقى الامبليكال كورد والحاجات دي كلها بتاعت بقى الست اللي حملت يعني ده السؤال اللي ممكن يبقى مختلف شويه. يقول لك هو طالما احنا خدنا النيوكليوس من كذا وحقناه في كذا، يبقى الهرمون طلعت من مين؟ من الفيميل، من الست الفيميل، ما بتطلعش من الامبريو يعني، بس الصفات جايه منين؟ من النيوكليوس. سؤال 44 ده الاخير بتاع التشو صح؟ سؤال 44 the opposite figure show the effect of pituitary gland A on the human female ovary. What does X and Y represent? X and Y represent ايه؟ بص يا ريس، هي بالترتيب كده FSH بيشتغل على الفوليكل الصغيره، بيخليها تطلع هرمون اسمه ايه؟ استروجين، تكبر تطلع هرمون اسمه استروجين. هذا الاستروجين بيعمل حاجتين، بيروح يوقف الاف اس اتش، يقول له كفايه مش عايز منك حاجه، ولما بيزيد قوي في الكونسنتريشن بيروح ينادي ال اتش، بيناديه اليوم الكام؟ اليوم ال 13، بيناديه اليوم ال 13 ال 13 ال 13، بيناديه ال 13 ال 13 ال 13، هو بيشتغل ال 14. الهرمون بيشتغل ال 14، هو بيتنادى اليوم ال 13، الاستروجين بيروح يناديه اليوم اللي يا عم بيروح يناديه اليوم ال 12 كمان، مش ال 13 كمان، بس هنقول 13 عشان الجراف اللي في الكتاب، بيناديه اليوم ال 13 حتى تلاقي الايه؟ ال اتش يبدا. خلي بالك اقول لك على حاجه ثانيه انقح، ال اتش بيقل اليوم ال 14، تخيل بيقل اليوم ال 14، ال اتش ديكريزز ان ذا 14th داي، بس بيشتغل بقى ساعتها لان ده هرمون بيمشي في الدم فبياخد وقت عشان يمشي، هياخد يوم. هو طالع اليوم ال 13 هيشتغل يوم ال 14، منطقي، ما هو منطقي، مش هيطلع على 14 ويشتغل 4، ما ينفعش، مش عندك ده مش صح. يعني انت ما تعرفش الحاجات بالساعات، هو ممكن يكون هو بيطلع ال 13 وبعد 6 ساعات بيعدي 24 ساعه يشتغل في ال 14، اسمها كده مش هنمشي كده، هو بيطلع في ال 13 ويشتغل في ال 14. امين. بعد كده ال اتش ده هيروح يشتغل على جرافيان فوليكل، هيعمل فيها 3 حاجات، فرقعها، سرقها، حولها لكربوسه الابنوسه كوربس ليتيم، هيطلع ايه؟ استروجين وبروجستيرون. حلو المبالغ الغريبه دي. فانت عندك دلوقتي مين اكس ده؟ اكس حاجه طلعت فرقعها، سرقها، حولها. في حد فرقعها، مين اللي فرقعها بقى؟ ده اشتغل على الصغيره يبقى ده اف اس اتش، كبرها، وده جه فرقعها ده ال اتش، وبعد كده ال اتش اتحولت. بس خلي بالك بقى، بص ده هو اكس ده هرمون بيطلع من الفوليكل اسمه استروجين، هو ما طلعهاش من اللي بعدها، يعني اللي بعدها هتبقى هنا كده، اللي بعدها اللي هي كربوسه الابنوسه كوربس ليتين بعدها. فاكس ده استروجين وواي ده ال اتش اللي فرقعها، مش الاف اس اتش، الاف اس اتش الثاني هو اللي كبرها. اوكي ريس، يلا يا ريس. طبعا الاستروجين بيروح بقى تاني للبطانه بتاعت الرحم، يطلع صوابع، يطلع الايه؟ الاندوميتريال فيلاي، الصوابع بتاعت الاندوميتريم، بيعمل لها جراف، بيكبرها من الاول وجديد انماء. بعد كده مين بيجي بعدين؟ استروجين تاني وبروجستيرون تاني بيزودوا الثيكنس اكتر. ده opposite diagram illustrate one of the molecular technology technique for insulin hormone production. بص يا استاذ، احنا بنعمل ايه؟ بناخد حته من الدي ان ايه بتاع جسم الانسان، كروموسوم 11 بالذات، بنروح له ناخد منه جين الانسولين. خدنا منه جين الانسولين ازاي؟ احنا عرفنا الحروف بتاعت الانسولين بالظبط، فاخدنا الحروف بالظبط. بعد ما اخدنا الحروف بالظبط دي وصنعنا ارتفيشال جين، صنعناه في المعمل زي العالم اللي اسمه خورانا اللي قال لنا بيتصنع ازاي. بعد ما صنعناه واخدنا الجين ده، احنا عشان بقى نصنع كتير، استهلاك كتير على الفاضي، رحنا عملنا ايه بقى؟ خدنا هذا الجين الجميل، ركبنا له حته كده اسمها ريكوجنيشن سايت، وركبنا له هنا ريكوجنيشن سايت من ناحيتين. بعد كده حطينا عليه مقص عشان يقص بشكل معين اسمه ريستريكشن اندونيوكليز، بعد كده رحت عند البلازميد بتاع البكتيريا، رحت اقصه بنفس الانزيم عشان يقص في حته معينه عشان تركب مع الريستريكشنز او الريكوجنيشن سايتس دي، فدي عندها اند اسمها ستيكي ودي عندها اند اسمها ستيكي، رحنا مركبينهم مع بعض عشان يلزقوا بقى مع بعض. محتاجين اللي بيلزق، مين بقى اللي بيلزق؟ لايجيز. فبيقول لك وات از ذا انزيم يوزد ان ستيج ام. فين ستيج ام؟ هياخد الانسولين جين وهياخد الستيكي اند يلزقهم مع بعض، يبقى هو احتاج الانزيم اللي اسمه ايه؟ لايجيز. بيعمل ايه اللايجيز؟ ايه الفانكشن بتاعته؟ لايجيشن تو الانسولين جين تو مين؟
البلازميد، وخلي بالك مش شرط يكون بلازميد، ممكن يكون فيج برضه، بكتيريوفيج، اي حاجه بتعمل ريبليكيشن بسرعه. تو البلازميد، منتهى البساطه. حلو حلو يا ريس، تعال على بعضه. The opposite figure represent a section in the flower of a dicotyledon plant. If each pollen sac contains 10 spores. Moses how many spore؟ ماشي how many pollen grain؟ بص يا استاذ، الرسمه الجميله دي سيبل بيتل، ايوه طلع لي بقى هنا عندي كام انثر؟ عندي كام ستيمن؟ انا هنا في الرسمه دي عندي 4 ستيمن. حلو، 4 ستيمن دي يعني ايه؟ عندي عصايه كده 4 عصيان مش فارقين معايا، 4 انثر فارقين معايا. طب كل ستيمن الواحد، الستيمن الواحد انا بشرح عشان الناس اللي مش فاهمه، الستيمن الواحد بيكون جواه 4 عوض، 4 بولين ساك. الستيمن الواحد فيه 4 عوض، الاوضه 4 عوض. فدلوقتي لما يكون عندي 4 ستيمن هيبقى عندي كام اوضه؟ نعمل كروس افريكيشن، 4 في 4 على 1 ب 16 بولين ساك. فانا دلوقتي عندي 16 بولين ساك. حلو، راح قايل لي في كل ساك عندي كام ماذر سيل؟ each sac contain 10 سبور ماذر سيل. فانا هضرب دي في 10 فيطلع لي 160 سبور ماذر سيل. طب ال 160 سبور ماذر سيل دول هيعملوا ايه؟ قال لي كام بولين جرين هتطلع؟ كل سبور ماذر سيل، استنى بقى كده، انا عندي 160 سبور ماذر سيل، كل سبور ماذر سيل بتطلع لي 4 بولين جرين. لو انا عندي بقى 160 سبور ماذر سيل هيطلعوا لي كام بولين جرين؟ يلا نعمل كروس افريكيشن، 4 في 160 على 1، 4 في 160 على 1 تطلع لي كام بقى؟ 4 ب 0 4 ب 6 24 هنا 2 640. بس طبعا اللي هيكتب كده 640 في الاخر ممكن ينقص، اكتب لي 640 بولين جرينز لو سمحت عشان تاخد الدرجه كامله مكمله. وتوته توته خلصت الحدوته. حلو ولا بنتوته؟ ما تتعودش بقى على كده، كل ما بلاقي الدنيا تنفع هاجي، ما ينفعتش خلاص يبقى على التابلت بقى ونظبط الدنيا. يا رب تكون استفدت في هذا الشرح الدسم الجميل، وهقسمها لحصه قبيره، ده ساعتين تقريبا، ما اعرفش قد ايه، انا لسه همنتج فانا لسه ما اعرفش قد ايه، بس ده قبير، هذا كثير، فحاول اقسمها لك عشان ما تتصدق يعني، تاخد الدوبامين بتاع ان انا خلصت فيديو وفي نفس الوقت برضه ما تتخنقش يعني. اشوفكم على خير يا اشطر دكاتره في الدنيا.